السلام عليكم، ازيكم يا تانية اعدادي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ان شاء الله النهارده هناخد مراجعة ليلة الامتحان لمنهج الهلو تانية اعدادي الترم التاني. هناخد كل الأجزاء اللي ممكن تقف معاك وتعطلك في الامتحان. لازم تكون عارف إنك تبقى فاهم إنجليزي مش حافظ إنجليزي. أنت لو فاهم مش هتبصمج، لأنك لو فهمت عمرك ما هتنسى. اوعى تحفظ، لازم تفهم. لو فهمت هتعرف تحل كويس، وده اللي هنعمله إن شاء الله النهاردة في المراجعة بتاعتنا. فامشي معايا واحدة واحدة وقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أي حاجة أنا ميس سمر غانم إنجليش تيتشر. اوعى بقى تنسى تعمل لايك وتعمل شير لاصحابك للفيديو، وكمان تعمل سبسكرايب للقناة عشان كل الفيديوز توصلك ان شاء الله. تعالى يلا ناخد بداية كده مراجعة يونت 7 في الجرامر. كانت بتتكلم على ايه؟ المراجعة كانت بتكلمني عن حاجة اسمها الامبيراتيف. يعني ايه امبيراتيف يا ميس؟ قال لي الامبيراتيفز يعني الامر. يعني ايه الامر؟ يعني انا بأمرك انك تعمل حاجة، اقول لك اعمل الحاجة دي او اقول لك ما تعملهاش. طب هناخد ايه تاني في اليونت ده يا ميس؟ هناخد حاجة اسمها الجيفنج ادفايس. يبقى انت وانت بتذاكر لو عملت خطة للمذاكرة هتفرق معاك جدا. انا يونت 7 هذاكر فيه ايه؟ هذاكر فيه حاجتين. الميس قالت هنذاكر فيه حاجتين، اول حاجة اسمها الامبيراتيفز يعني الامر، وتاني حاجة الجيفنج ادفايس. جيفنج ادفايس يعني ايه؟ جيفنج ادفايس يعني ازاي ادي نصيحة للي قدامي. الحاجتين دول بس في يونت 7. طب تعالى ناخد اول حاجة كده الامبيراتيفز. الامر ده قال لك انت في طريقتين للامر، يا اما ان انا ابتدي الجمله فعل بدون اضافات، يا اما ان انا ابدا الجمله فعل بدون اضافات، او اجيب لك في بدايه الجمله always. طب تعالى اول مثال عندك بيقول لك eat healthy food يعني كل طعام صحي. sit down please اقعد لو سمحت. بص هنا في الجمله دي انا رحت عامله لك ايه؟ قلت لك please، بس ركز بقى، بعدها رحت جايب لك كوما وقلت لك sit down. يعني يا ميس هو انا لو جبت بليز وبعدها جاب لي الفعل بدون اضافات يبقى معنى كده دي برضو جملة امر؟ بس انا بقولها لك بطريقة مهذبة، فقلت لك في الاول ايه؟ بليز سيت داون، من فضلك اقعد. طيب ممكن اقول لك حاجة تانية. بص كده الجملة بتاعت علي دي، علي open the door. الله يا ميس بقى انت هتلخبطيني، احنا قايلين ان طالما علي يبقى حط اس في الفعل. طب بص هو جه ايه اللي جه عندك بعد الكوما؟ بص اللي جه بقى ايه؟ بقى ايه اللي جه لك بعد كلمة علي؟ جاب لك ايه؟ جاب لك كوما. كأن علي ده واقف قدامي وانا بقول له ايه؟ علي open the door، يا علي لو سمحت افتح ايه؟ الباب. يبقى لو جاب لك اسم وحط بعديه كوما وبعديه فعل بدون اضافات، او لو حتى جابها لي في الامتحان، فانا طبعا عندي الصح بتاعها ان هي تبقى open مش opens. طيب الشكل اللي بعد كده ان هو يجيب لك always. always معناها دائما. always study English. يبقى انا لو الجمله بدات ب always اجيب بعدها فعل بدون اضافات. صعبه دي؟ اظن سهله خالص. طيب اوكي، بص كده المثالين دول حلوين قوي. بيقول لي ايمن، اقول له is careful ولا be careful؟ لا، ايمن be careful. يعني يا ايمن خد بالك، خليك حريص. مش ايمن بيجي معاها is يا ميس؟ جايبه بعدها بي ليه؟ بس انا ايمن جت بعدها كوما، وطالما جت بعدها كوما يبقى فعل بدون اضافات. اسم كوما فعل بدون اضافات، اسم كوما فعل بدون اضافات. تمام كده؟ قال لي تمام. تيجي كده نعمل ايه؟ نراجع على الحته دي سوا عن طريق الاسئله. فبيشرح لك مثال كده عن طريق الريرايت، وبيقول لك ايه؟ it's important to. يعني ايه it's important to؟ من المهم ان. طب من المهم ان to drink water، وانا عايزاك عشان خاطري تحفظ دي الاسطمبه دي، تحفظها لي. it's important to فعل بدون اضافات. it's important to فعل بدون اضافات، وجاب لك قال لك ابدا ب always. طب ليه هبدا بيها؟ اشمعنى يعني هبدا بيها؟ عشان اول حرف كابيتال. يبقى لما بيجيب لي اول حرف كابيتال انا ببدا بيها الجمله. يبقى always drink water، دايما اشرب ايه؟ دايما اشرب ميه. ده لو انا بامرك انك تعمل الحاجه. طب لو انا بامرك انك ما تعملش الحاجه، اللي احنا عندنا في العربي بنقول عليه ايه؟ النهي. طب في الانجليش اسمه النهي؟ اسمه لا، اسمه النيجاتيف امبيراتيف يعني الامر المنفي. انت بتنفي الامر في الانجليش بطريقتين، يا اما تقول لي don't يا اما تقول لي never، لان never معناها لا، والاتنين بعدهم فعل بدون اضافات، والاتنين بعدهم فعل بدون اضافات. يبقى هقول لك don't be lazy، ما تكونش كسول. don't eat fast food، ادي don't بعدها فعل بدون اضافات. طب never اختها بالظبط، ادي never وادي الفعل بدون اي ايه؟ بدون اي اضافات. يبقى لو احنا جينا لخصنا الدرس كده بشكل سريع، انت قلتي لي لو انا هنفي الامر يبقى هقول don't او doesn't. طب لو هو كان مثبت كان ليه شكل تاني. ايه الشكل التاني؟ ان انا هجيب الفعل بدون اضافات، زي ان انا اقول لك ايه؟ open
the door. افتح مين؟ افتح الباب. يبقى أنا بدأت بالإنفينيتيف. اتفقنا؟ أو أقول لك always. يعني إيه always؟ يعني دائما. أقول لك إيه؟ always دايما اعمل الحاجة دي. لحد كده تمام. وبعدها الفعل بدون اضافات. طب تعالى كده نطبق على سؤال الريرايت اللي دايما بيبقى صعب معاك شويتين. بيقول لي don't watch too much TV. بص، قاعده ثابته. جاب لك never وبيقول لك حطها مكان don't. طب اشمعنى احطها مكان don't؟ بدات بحرف ايه؟ كابيتال. ابدا بيها الجمله. شيل don't حط never كمل جملتك تاني. شيل don't حط never كمل جملتك. تعالى اللي بعدها. Can you give me some advice؟ هل يمكن تديني بعض النصائح؟ عايزة ابتدي بgive. أول حرف كابيتال. يبقى هقول له give. give إيه؟ give me أعطيني. طب أعطيني إيه؟ some advice وأكمل. طب أنا عملت هنا إيه؟ شلت can وشلت you وبدأت بمين؟ بgive. يبقى give me some إيه؟ some advice. طيب it's important not to. احنا اتفقنا not to فعل بدون اضافات او to فعل بدون اضافات. قال لي اللي يحل محلها هو مين؟ هو don't. شيل بقى كل الحدوته دي ومعاها ايه؟ ومعاها to. اوعى تجيب لي معاها to تاني. don't اقول لك على تركه حلوه. لما يجي لك don't او يجي لك never او يجي لك always روح دور على to في الجمله. هتلاقي في اغلب الاحوال عندك to. خد بقى بعد don't او always او never الفعل اللي بعد to. يبقى هتقول لي don't smoke ما تدخنش. دي كده صعبه؟ تمام. طب دي كده كانت الجزئيه اللي في الريرايت. تعالى نروح على الجيفنج ادفايس. يعني ايه جيفنج ادفايس؟ يعني ازاي ادي نصيحه. بدي نصيحه في الانجليش بحاجه اسمها شود. بس انت خلاص بقى راجل كبير لازم تكون عارف ان شود دي هي اسمها ايه. اسمها مودال فيرب. يعني ايه مودال فيرب؟ يعني فعل ناقص. طب ليه سميناه فعل ناقص؟ ما الراجل كامل اهو. سميناه فعل ناقص عشان ما بيكونش ليه معنى الا اذا جه بعديه فعل بدون اضافات. تاني، اسمه فعل ناقص. طب ليه؟ عشان ما يبقاش ليه معنى الا اذا جه بعده فعل بدون اضافات. زي ان انا اقول لك، طب ما تعالى ناخد مثال كده نفهم منه. بص، بقول لك children should sleep early. طب تعالى واحده واحده. children معناها اطفال، تمام كده. لما تيجي تترجم should عندك should بيكون معناها يجب. يبقى should معناها ايه؟ يجب. طب خليني كده اشيل لك sleep فهقول لك الاطفال يجب مبكرا. في حاجه اسمها الاطفال يجب مبكرا ولا الاطفال يجب ان يناموا مبكرا؟ يبقى should ده مش هيكون ليه معنى الا اذا جه بعديه فعل بدون اضافات. عشان كده سموه فعل ناقص. السبب التاني ان الافعال الناقصه يا ولاد ملهاش البي بي، ملهاش التصريف التالت. يعني هي المضارع بتاعها بيكون shall والماضي بتاعها بيكون should. ملهاش بقى في البي بي، لا ملهاش. عشان كده سموها فعل ناقص، ما هوش فعل كامل. يبقى should بيجي بعدها فعل بدون اضافات. should او shouldn't. should او ايه؟ او shouldn't. وطبعا هيجي قبلها الفاعل. طب ماشي يا ميس، الفاعل ده يعني اللي هو مين؟ اي اسم يجيلك، اي ضمير يجيلك. I you we they he she it. اي اسم مفرد اي اسم جمع. الافعال الناقصه ما بتزعلش حد، بتيجي مع كله. اتفقنا كده؟ طيب تعال ناخد المثال ده. بيقول لك ايه؟ you shouldn't eat unhealthy food. المفروض ما تاكلش طعام غير صحي. يبقى لو انا اقول لك ما ينفعش تعمل كده فهتقولها لي shouldn't. طب يا ميس لو بدأت بشود يبقى معناها هل. لو بدأت بشود يبقى معناها هل. وهل بعدها الفاعل. طب ما تيجي كده نراجع على الفاعل، مش عايزاك تخرج تبقى ناسي اي معلومه. اتفقنا؟ قال لي شود هيجي بعدها الاي، يجي بعدها اليو والوي، ويجي بعدها الزي. طب وضمائر المفرد الثلاثه المفرد الهي والشي والات. ويجيب لي بقى اي نون. يعني ايه اي نون؟ اسم، سواء النون دوت كان بلورال او سينجولار. يعني ايه بلورال؟ يعني جمع، وسينجولار معناها مفرد. تعال نشوف شكل السؤال كده. بيقول لك should he sleep early؟ يا ترى هو يجب ان هو ينام بدري؟ yes he should. عمل ايه؟ نزلت yes وبعدين عملت ايه؟ اوعى تنسى بقى الايه، ان احنا بنعكس. هجيب هي الاول واحط should بعدها. طب ولو لا هقول له no واجيب هي الاول واجيب shouldn't بعدها. طب انا اذا جبتها باداه استفهام. يعني ايه اداه استفهام؟ هسال سؤال عن طريق حاجه اسمها الكويستشن وورد. يعني ايه question word؟ يعني اداه استفهام. هجيب بعدها should، ماشي، واجيب بعدها فعل. خلاص بقى حفظنا الفاعل. يلا وانا بقول لك الفاعل انت بتردد مع نفسك عشان انت فهمت. فبتحقق بقى النتيجه من الفهم ده. يعني ايه تحقق النتيجه؟ بتعمل حاجه اسمها ايه؟ الاكتيف ريكول. يعني ايه اكتيف ريكول؟ بتستدعي المعلومه. دي اروح موقف الفيديو كده واقول لنفسي ده الميس قالت الفاعل يعني يو وي زي هي شي ات او اي اسم. فانت خلاص مش محتاج كل شويه تعيدهم تاني. وبعدها فعل بدون اضافات. تمام.
تعالى كده نشوف مثال. what معناها ماذا. should you ماذا يجب أنك. do in the library إيه اللي المفروض تعمله في المكتبة، ماذا يجب أن تفعل في المكتبة. هتقول لي we should be quiet. طيب هي يو دي مش معناها أنت يا ميس، دلوقتي جاوبت ليه we، ممكن تبقى معناها أنت أو أنتي أو أنتم. ماشي، يبقى أنت عندك يو بتستخدم أنت أو أنتي أو أنتم. فأنت دلوقتي بقول لك إيه المفروض إن أنتوا تعملوا إيه في المدرسة، قلت لي إحنا المفروض نكون قاعدين إيه، قاعدين هاديين. تمام كده. طيب بيقول لك الثلاث حاجات دول، الاربع حاجات دول، لو سمحت تكتبهم ورقه وقلم، معلش، او خبيهم، ابقى خبي الشاشه كده وارجع سمعهم مع نفسك. قول لنفسك لما يجي لي في سؤال الريرايت اللي انا كطالب يعني ايه لسه اول مره بشوفه، فاعمل ايه، هتدرب عليه وهبقى فيه زي الفل. اول حاجه it's important to، it's important to شيلها وحط مكانها should. it's a good idea to، it's a good idea to شيلها وحط should. it's good to، it's good to. you had better to، you had better infinitive، you had better infinitive. كل الحاجات دي كأني بقول لك انت المفروض تعمل كذا. يعني it's important to من المهم أن. رقم اتنين فكرة جيدة أن، من الجيد أن، من الأفضل أن. يبقى يعني إيه you had better infinitive، من الأفضل أن. طيب بص كده، مش أنا من شوية قلت لك هتدور على الفعل اللي بعد to، في عندك ثلاثة فيهم to، important idea وجود. تمام، هي better بس اللي هاخد بعدها الفعل بدون إيه إضافات. تعالى كده نطبق على كام واحدة. بيقول لي it's important to، انا مش محتاجه اكمل، ميس قالت لي حط should، يبقى خلاص احذف لي كل ده. وتعالى هنا بس اللي جايه بقى دي خطيره جدا. it's important to read books، من المهم ان انت تقرا كتاب. فانا هتخيل كده في واحد قدامي، بص طالما ما جابلكش فاعل محدد في الجمله، يبقى على طول انت بتوجه النصيحه ليو انت. يبقى تاني، طالما ما جابلكش فاعل في الجمله، هل هنا في هي او شي او ات او يو حتى جايه، قال لي لا. طالما ما فيش فاعل في الجمله يبقى الفاعل بتاعي يو، يبقى الفاعل بتاعي يو مع مين، مع شود او شودنت. مع مين، مع شود او شودنت. يبقى انا كل اللي هعمله هنا ان انا هجيب مين، هجيب يو، وبعد يو اروح حاطط له شود. اتفقنا؟ فين الفعل بقى اللي بعد تو اهو، read. يبقى you should read books، واكمل الجمله بتاعتي. it's important not to، ولا يهمني، الميس قالت شيل لحد to، وبعدين shouldn't، وبعدها ما جاليش فاعل. انا اهم حاجه بتاكد ان انا ما عنديش ولا هي ولا شي، ولا يقول لك مثلا ضمير عايد مثلا عليه هو هم، ولا ضمير عايد عليها هي هير فتبقى شي. هنا ما فيش اي حاجه من الضمائر دي، يبقى الفاعل بتاعي يو. برافو عليك. وبعد يو يا ميس اعمل ايه، هحط shouldn't. زي الفل. فين بقى عندك الفعل اللي بعد تو، بي، نزل بي وكمل لي بقيه الجمله. طيب it isn't wise to، ما قلتها ليش انت دي فوق، خلاص مفيش مشكله، انا ما قلتهاش بس انت هتعرف تحلها. it isn't wise to، ليس من الحكمه ان، wise معناها حكيم، فبقول لك ليس، وايز يعني حكمة، ليس من الحكمة أن تنام متأخرا. مش من الحكمة إن أنت تنام متأخر. يبقى it wasn't، it isn't wise to كلها تتشال. وأنا بتكلم في العموم يبقى الفاعل you. يبقى you إيه، هات الأول بس shouldn't، يبقى you shouldn't، وبعدها sleep، وكمل جملتك واوعى تنسى الفول ستوب. حلوه جدا دي وجميله قوي. انا هنا بقول لك you should revise your lessons، انت المفروض ان انت تراجع الدروس بتاعتك. طب فاكرين had better دي كان معناها ايه، لسه قايلينها حالا. كنا قايلين ان احنا هنشيل had better ونحط مكانها should. هو لا، حب يلعب شويه كده معايا، هقول له لا تمام انا فاهم مفيش اي مشكله. الميس قالت لي هتخلي مين، هتخلي يو، وشيل مين، وشيل ها، وشيل شود، ونزل مين، نزل هاد بيتر. يبقى هاد بيتر. طب وبعدين فين الفعل بدون اضافات، اهي ريفايس بس. خلاص صعبه، اظن سهله خالص. وكمل جملتك. يبقى تاني قال لك هو جايب لك شود وقال لك حط هاد بيتر، هتروح تشيل شود وتنزل الفاعل وتجيب مكان شود هاد بيتر وتحط فعل بدون اضافات. برضو اللي جايه جميله جدا. you should organize your time، انت المفروض ان انت تنظم وقتك. خد بالك بقى كلمة advice عشان خاطري تحفظها زي اسمك. advice بالاس دي معناها ينصح، انما بالسي لو شلت الاس وبقت سي دي نصيحة. يبقى تاني advice معناها ينصح. فاقول لك ايه، انا بنصحك ان انت تنظم وقتك. اقولها ازاي، واحدة واحدة. انا بنصحك، يبقى هقول لك ايه، I advice، انا بنصحك ايه بقى، to. to بيجي بعدها فعل بدون إضافات. فين الفعل اللي اتعمل في الجملة، يبقى I advise to organize، وأكمل your إيه بقى،
your time، أنا بنصحك إن أنت تنظم وقتك. يبقى سهلة اهيت، لو جات لك بالاس معناها ينصح، يبقى أنا بنصحك إن أنت تنظم وقتك. بس إحنا هنا نسينا نكتب مين؟ I advise you، أنا بنصحك أنت. اتفقنا؟ كمان مرة I advise you، أنا بنصحك أنت إن أنت تنظم وقتك. يبقى I advise وبعدها you، بنصحك أنت وشلت should بس جبت من عندي to. يبقى تاني advice والحد اللي أنت بتنصحه، وبعدها to والفعل بدون إضافات اللي بعدها. My advice to you، نصيحتي لك. My advice to you is to practice English، إن أنت تتمرن على الإنجليش كتير. يبقى should، مش هي my advice to you، يبقى أنا بكلمك أنت، يبقى أنا بنصحك أنت. يبقى كل اللي قبل you ده أنا مش محتاجه. يبقى هتقولي إيه بقى؟ هتقولي you. طيب وبعد you should، برافو عليك. طيب you should إيه؟ هقول is و to؟ لأ، إحنا اتفقنا باخد الفعل اللي بعد مين؟ بعد to. يبقى you should والفعل بدون إضافات، يبقى you should practice، أنت المفروض إن أنت تتمرن إنجليش كويس. It's advisable، advisable يعني من المنصوح به. to، كل ده أنا مش عايزه، روح قول لي should. بيقول لي it's advisable to play sports and be fit، إن أنت تلعب رياضة وتكون لائق بدنيا. يبقى هقول له you should. فين الفعل اللي اتعمل في الجملة؟ إن أنت play اللي هو بعد to. يبقى you should play وكمل جملتك عادي خالص. الحمد لله يونت 1 خلص، يلا ندخل على اللي هو يونت 7، يلا ندخل على يونت 8. في جرامر يونت 8 وجرامر يونت 9 الاتنين بصراحة أسهل من بعض، يعني سهل جدا إن أنت إن شاء الله نخلصهم بسرعة. في يونت 8 هو بيكلمك على حاجة اسمها الكونتراست كونكتورز. يعني ايه كونتراست كونكتورز؟ معناها روابط التناقض. يعني ايه روابط التناقض؟ يعني بقول لك حاجتين كده تقريبا كأنهم عكس بعض. زي ايه مثلا يا ميس؟ قال لي مثلا زي عندك but وhowever وwhile، التلاتة دول تحفظهم. أول حاجة but معناها ولكن، وhowever على الرغم من، وwhile معناها بينما. طب أنا بقى مش التلاتة كده شبه بعض؟ قريبين شوية في المعنى من بعض، ولكن في علامات بتميزهم جوه الجملة عشان أقدر أعرف هو أنا هختار while ولا however ولا but. أول واحدة عندك but، ودي سهلة خالص. قال لي but هتجيلي فين؟ في بداية الجملة التانية، بس لازم تركز يا بطل ان هي بيجي قبلها كوما، اوعى تنسى بقى. يبقى عشان اختار بط اللي هي معناها ولكن لازم يجي لي قبلها كوما. فاقول لك I like tea، انا بحب الشاي. but my sister likes coffee، ولكن اختي بتحب القهوه. يبقى في تناقض كده فين؟ في جملتين. اتفقنا؟ طيب يجي مثلا علي is clever، علي شاطر. but he can't answer this question، الطبيعه والواقع بتقول ان علي شاطر، بس التناقض ان هو ما عرفش يحل السؤال ده. اتفقنا؟ طب تعالى نروح على طول على however. however برضو بتجيلك في بداية الجملة التانية، ولكن قبلها فول ستوب وبعدها كوما. يبقى قبلها فول ستوب وبعدها كوما. يبقى الكوما لو جت بعد النقط فهتحط لي however. طب لو جت بعد الجملة الأولى، لو جاب لك هنا الكوما كانت هتبقى بط. تعالى ناخد مثال. The food looks very good، الأكل ده شكله حلو قوي. however على الرغم من ذلك it tastes very spicy، ده مشطشط قوي أو حامي قوي. يبقى هو جاب لك هنا however، حط قبلها الفول ستوب وجاب بعدها الكوما. وايل عادي ممكن تيجي لك في الاول او في النص، بس ملهاش ولا كوما ولا فول ستوب. اتفقنا كده؟ امتى كوما تيجي؟ لو هي جت في اول الجمله وهنشوف الشكل بتاعها، انما لو جت في نص الجمله مفيش اي حاجه بتحجزها عن الجمل. اتفقنا كده؟ معناها برضو بينما. طب تعالى نشوف الجملة. بيقول لك إيه؟ The blue car is fast، العربية الزرقاء سريعة. while بينما ال red car is slow، العربية الحمراء بتكون بطيئة. بص كده معايا في الحتة دي، أنا هنا عملت لك إيه؟ while في النص، هل جه بعدها كوما ولا قبلها؟ قال لك لأ. يبقى لما ما يكونش فيه أي علامات ترقيم يبقى هي while تنفعني. طيب في شوية حاجات إضافية كده عشان لو حبيت فزلك عليك بيها. قال لك ان although بتدل على التناقض، هي وذا وايفن though برضو بيجوا في النص. وقلنا احيانا كده ايه، عارف اللي هو تجاوزا كده بنقول ان هم بيساووا while. اتفقنا؟ فاقول لك although he is rich، على الرغم من ان هو غني he is sad، هو حزين، يعني الغنى بتاعه مش عامل له اي حاجه. اتفقنا؟ يبقى تاني في روابط تانية بتدل على التناقض. يبقى احنا لو جينا لخصناهم، احنا خدنا بط، واعرف ان بط تيجي الجمله الاولى يجي بعدها كوما، بعد كده يجي لك بط. طيب قال لي ايه تاني؟ قال لي في عندي however. طيب however برضو بداية الجملة التانية، بس قبلها فول ستوب وبعدها كوما. يجي لك بعد كده while. قال لي while بقى تيجي لي عندي في النص او تيجي لي في الاول، بس الفكرة كلها ان هي ايه؟ ما يجيش ولا قبلها كوما ولا بعدها كوما. مين احيانا اللي بيساويهم؟ قال لي ال though و though و even though، برضو معناهم بينما. اتفقنا؟ طيب
شويه حاجات كده روابط بتدل للاضافه. ايه هي الروابط دي؟ قال لي and يعني و بتساوي لك as well as معناها بالاضافه الى. في عندي in addition، ترجم ورايا in addition معناها بالاضافه الى. ولو جات لك in addition to ما تستعجلش وتجيب بعدها infinitive، عشان in addition to بيجي بعدها يا اما اسم يا اما verb ing. عندك كمان في moreover بالإضافة إلى ذلك، furthermore كل دي معناها بالإضافة إلى ذلك. اتفقنا؟ طيب طبعا الروابط دي سيبك منها عشان احنا لسه هنشرحها تاني. اتفقنا؟ تعالى بقى نحل كده عليها بسرعة. The museum was crowded. We still enjoyed our visit. بيقول لي ان ايه المتحف كان زحمه ولكن مع ذلك احنا فضلنا نستمتع بايه بالزياره بتاعتنا. طب يا ميس انت قلتي لي الفول ستوب. بص بقى انت تجيب الجمله الاولى ديت هتنزل هنا وبعدين تحط لي الفول ستوب وبعدين تروح حاطط لي however لان ده اللي هيحاسبك عليه في الامتحان، اوعى تنسى ماشي. however وهات بقى بعد however الكوما وحط الجمله الثانيه. اظن مش صعبه خالص. ليه؟ انت كل اللي هتعمله هتنزل لي الجمله الاولى هنا وبعدين تروح حاطط الفول ستوب واهتم ان احطها وتبقى باينه جوه الورقه، وانزل however واروح حاطط الكوما وتبقى باينه وبعدها انزل لي الجمله الثانيه. طب تعالى نروح على but the weather was sunny we didn't go to the beach. الجو كان مشمس ومع ذلك احنا ما رحناش الشاطئ او ولكن لم نذهب الى الايه الى الشاطئ. طب الميس قالت لي هنزل الجمله الاولى في but وهنا هروح حاطط كوما وبعدها احط but. اوعى تنسى بقى، يبقى انا احط كوما وبعد كده but وبعدين اكمل الجمله بتاعت we didn't go زي ما هي. اتفقنا؟ طيب بعد كده I was doing my homework my brother was playing. انا كنت بعمل الواجب بتاعي واخويا كان قاعد بيعمل الايه بيتفرج على بيلعب العاب فيديو. طيب بص بقى هتبص على while. لو ال W ديت small هاتها في النص. طب لو capital هحطها فين؟ في الاول. جميل. هنكتب الجمله زي ما هي. يبقى هقول له I was doing my homework. انا كنت قاعد بكتب الواجب بتاعي. اخويا بقى ما بيذاكرش. اوكي يبقى اروح قايل له ايه while my brother. اتفقنا؟ was playing video games. طب خلاص احنا حلينا على however نفس الموضوع وwhile. اتفقنا؟ طيب عارف السؤال ده كده سؤال فيه بتطبق على اللي احنا قلناه. شوف نفسك فاكر ولا مش فاكر. هنقوله كده سريعا. طب تعالى كده ناخد الهايلايت. بيقول لي my brother loves football. بص كده دي قال لي عندي ايه so I prefer tennis. يعني بيقول لي اخويا بيحب كرة القدم ولذلك انا بحب التنس ولا بط. طب ليه ما تنفعش however؟ عشان في عندك كوما يبقى دي غلط. طب ايه الصح بتاعها؟ تبقى بط. طيب اللي بعدها she speaks English well. هي بتتكلم انجلش كويس. she struggles with grammar. ماشي. على الرغم من ذلك بتبقى عندها صعوبات كده بتكافح مع الجرامر. طيب اداني طب ولذلك لا. طب مين اللي بيجي قبلها نقطة فول ستوب وبعدها كوما؟ برافو عليك. يبقى انا هنا محتاج مين؟ قال لي محتاج هاو. تعالى كده محتاج هاو ايفر. يبقى هتقول له هنا هاو طبعا في المكان ده هاو ever. اتفقنا؟ طيب وبعدين بيقول لك ايه but I like quiet music my brother likes loud music. طب اقول له لا but مش هحطها في الاول. انا هاجي بعد الكوما ديت واحط but هنا. he went to the zoo. جاب لك كوما يبقى على طول اجيب بعدها but. اللي بعدها I like pizza. جاب لي نقطة وكوما يبقى في النص يجي مين؟ قال لي في النص يجي لي however. يبقى انا بس كنت باكد عليك على شكل علامه الترقيم. يا ترى هيبقى شكلها عامل ازاي؟ كده يونت 8 خلص. يلا ادخل معايا على اليونت التاني اللي بعده على طول. اوكي عندي يونت مين؟ يونت 9. يونت 9 من الجمل يونت 9 من اليونتس السهله جدا عندك. بتجيب لك بس الروابط الكونكتورز اللي بتوري لك حاجه اسمها السبب. يعني ايه سبب؟ يعني causes. يعني ايه سبب؟ causes. طب يعني ايه نتيجه؟ اسمها results. يبقى يعني ايه result؟ نتيجة. يبقى النواتج عندك اسمها ايه؟ ففي مجموعة عندك من الكونكتورز بيجي بعدها
ففي عندك مجموعة كده من الروابط بيجي بعدها السبب. روابط قلنا يعني ايه؟ يعني connectors، بيجي بعدها الكوز السبب. والجملة الأولى بتبقى عندك هي الريزلت النتيجة. ايه هي الروابط دي؟ because يعني لأن، وas معناها لأن، وبرضو عندك since معناها لأن. طب ما since يا ميس احنا واخدينها قبل كده معناها منذ، بس بتيجي بمعنى لأن. يبقى الثلاثة اللي بيساووا بعض هم because وas وsince. بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم الكوز، بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم السبب، وقبلهم النتيجة اللي هي الريزلت. طب تعالى كده نشوف أمثلة على طول. بيقول لي I stayed home، أنا قعدت في البيت because. إيه السبب بقى اللي خلاك تقعد في البيت؟ It was raining، كانت الدنيا بتمطر. اتفقنا؟ يبقى أنا جبت بعد because السبب. طب يا ميس الروابط دي بيجي قبلها كوما أو بيجي بعدها كوما؟ قال لي لا، بتيجي هي في نص الجملة وخلاص على كده. طب تعالى بقى بص، بيقول لي إيه؟ since I was tired، بسبب إن أنا كنت تعبان. I couldn't go to school، النتيجة ان انا ما روحتش المدرسة. طب يا ميس انت لسه قايلة ان انا ما بجيبش كوما. بس ده لو هي جت في نص الايه الجملة، انما هي جت في بداية الجملة كده. يبقى النص لازم افصل الجملة الاولى عن الجملة ايه التانية بالكوما. اتفقنا؟ يبقى بسبب ان انا كنت تعبان انا ما روحتش فين؟ ما روحتش المدرسة. طب تعالى بقى للتلاتة دول مهمين برضو جدا. so يعني معناها ولذلك، therefore نفس المعنى ولذلك أو كنتيجة ليه as a result. طيب so قال لك بيجي قبلها كوما، يبقى تاني so بيجي قبلها كوما، إنما therefore و as a result بيجي قبلها عندك اللي هي الفاصلة المنقوطة. طب الفاصلة احنا عارفين ان هي اسمها كوما. طب الفاصلة المنقوطة بقى اللي هي عاملة زي حرف الزين دي اسمها ايه بقى؟ semicolon. semicolon. يبقى الكوما دي الفاصلة. طب فاصلة وعليها نقطة بقول عليها semicolon. يبقى تاني سواء therefore أو as a result يجي لك قبلهم semicolon، إنما so يجي قبلها الكاما فقط. تعال نشوف أمثلة. it was running، هي كانت بتمطر. خد بالك دي النتيجة، ده السبب. اتفقنا؟ جالك بعديه كوما قلت لك so I stayed home، أنا قعدت في البيت. يبقى دي النتيجة إن أنا قعدت في البيت، والسبب عندك كان إيه؟ إن الدنيا كانت بتمطر. يبقى ده كان مين؟ ده كان السبب. كمان مرة، ده كان إيه يا ولاد؟ السبب. اتفقنا كده؟ يبقى so بيجي قبلها السبب وبيجي بعدها النتيجة اللي هي الريزلت. اتفقنا؟ طب تعالى نشوف مثال تاني. تعالى المثال بيقول لك ايه؟ he studied hard، هو بيذاكر كويس. بص جاب لك ايه بقى؟ قال لك therefore، وراح جاب لك قبلها السيمي كولون بتاعتها وبعدها الكوما بتاعتها. يبقى he got full marks. he studied hard therefore he got full marks. معناها ايه؟ هو ذاكر كويس ولذلك يبقى النتيجة ايه؟ ان هو جاب درجات ايه؟ جاب درجات عالية. اتفقنا كده؟ نفس الفكرة ان احنا اتفقنا الاتنين therefore او as a result هيجي لك قبلها السيمي كولون وبعدها الكوما، انما لو so يجي قبلها كوما بس. فبيقول لي the room was dark، معناها الاوضه كانت ضلمه. as a result ونتيجه لذلك I turned on the light، انا نورت الايه؟ نورت النور. طب هنا بيقول لك نفس الحاجات اللي احنا قلناها، ان احنا بنحط كوما قبل كلمه so، انما بنجيب السيمي كولون قبل therefore وبنحط طبعا بعدهم الايه؟ الكوما. لحد كده تمام؟ قال لي تمام. بص بقى، طريقة الحل دي احنا هناخدها دلوقتي سوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة واحدة بقى. سؤال الريرايت. طب نمبر 1 بيقول لي ايه؟ ليان was thirsty، ليان كانت عطشانة. so ليان was thirsty so he drank a glass of water. ليان كان عطشان ولذلك هو شرب ايه؟ شرب كوبايه من الميه. قال لك استخدم because. بص بقى عشان هي تافهه جدا، لو جاب لك because تعالى كده واحده واحده. انا عندي كلمه because صح؟ عشان خاطري كده ركز معايا. او as او since، التلاتة دول بيكونوا عكس مين؟ يلا سمع معايا. عكس so او عكس حاجه اسمها therefore صح كده، او as a result صح؟ طيب لو هو جه قال لك بس لازم تكون هتبدل في النص، لو جه قال لك استخدم اي واحده من دول مكان اي واحده في الدول من دول هحطها في النص، تمام؟ وبعد ما اضعها في النص اعكس لي الجمل. يعني ايه اعكس لي الجمل؟ هات الجمله الاولى تبقى هي الثانيه، وهات الثانيه تبقى هي الاولى. طيب يبقى معنى كده ان انا هكتب هنا ايه؟ تعال نحل الجمله دي سوا. طبعا هشيل سو، يبقى انا هقول لك he drank. يبقى انا بدأت بانهي الجملة؟ الجملة التانية عشان عايز مين؟ because في النص. يبقى he drank كمان مرة a glass of water، هو شرب كوباية من المية. طب ليه؟ السبب because علشان
هو كان ايه؟ because he was thirsty. تمام كده؟ طيب حلو قوي. طب يا ميس احنا هنا قلنا هي وهنا قلنا هي، انا بس كنت بوضحها لك. اعمل ايه بقى؟ تعالى على هي الاولى دي، انت بتتكلم عنه الاول يبقى لازم اقول اسمه في الاول، يبقى هقول له في الاول ايه؟ ليان، ماشي كده؟ وبعد كده اقول له درانك لحد كده. تمام؟ يبقى عشان ما تتلخبطش، هو هنا الضمير عادي نزله في الاول وبعدين ابقى غيره واكتب الاسم. هتعرف تكتب الاسم من الاول مفيش مشكله. تمام كده؟ يبقى انا جبت بيكوز اهو في النص، عملت ايه؟ رحت مشقلب. طب امتى شقلب؟ لو جات لك حاجه من اللي هي عكسها، انما لو جه قال لك حط بيكوز مكان از، لا عادي اسطمبه دي مكان دي. اتفقنا؟ طب تعالى اللي بعدها. Since I have money I will buy a toy. بسبب ان انا معايا فلوس انا هشتري ايه؟ النتيجة ان انا هشتري لعبة، صح؟ هو بيقول لي therefore النتيجة. طب يا ميس انتي قلتي لو احنا هنجيب therefore مكان واحدة من دول فاحنا هنعكس الجملة. قلت لك ده لو انا هجيبها في نص الجملة زي مين؟ زي because. اتفقنا؟ طب هنا دلوقتي since جالي في الاول اللي هي جاي بعدها السبب، وزيرفور هنحطها في النص. يبقى انا هشتغل اهو، بص امشي معايا واحده واحده. انا حطيت هنا زيرفور، تاني حطيت هنا في النص اهوت زيرفور. طب اوعى تنسى وانت بتكتب زيرفور قبلها حط زي حرف الزين اللي هي السيمي كولون، وبعدها حط لي الفول ستوب. تمام كده؟ يبقى انا ظبطت بس الكلمه. طب وبعدها روح بقى قول لنفسك مش سنس دي جت في الاول وزيرفور بيجي بعدها نتيجه. السبب ان انا معايا فلوس، النتيجه ان انا اشتريت لعبه. يبقى هقول له I have money، انا راجل غني اهو معايا فلوس. therefore ولذلك I will buy a toy. تمام كده؟ تمام. تعالى اللي بعدها. إبراهيم ran to the bus because he was late. إبراهيم راح جري على الأتوبيس علشان because هو كان إيه؟ هو كان متأخر. يلا تعال نطبق القاعدة الأساسية. so لو جت مع المجموعة اللي هي عكسها، يعني أنا عايز so مكان because، الاتنين عكس بعض، انزل بسو. اوعى تنسى الكومة في إيدك قبل so واعكس لي الجمل. يبقى هي اللي هو مين بقى؟ خلاص انتوا عرفتوها. تعالى خلاص نكتبها بقى من الأول. يبقى هقول له الأستاذ مين؟ الأستاذ إبراهيم. يبقى هقول له إبراهيم. ماله إبراهيم؟ was late كان متأخر. ولذلك إيه اللي حصل؟ الناحية التانية بقى أحط فيها هي، يبقى he ran to the bus لحد كده. تمام؟ تمام. تعالى اللي بعدها as a result. أنا ليه حابة أحل معاك الجمل دي كلها بالكتابة؟ عشان تشوف ترتيبة الإيه؟ الجملة ماشية إزاي. طب الجملة اللي بعدها I forgot my homework so the teacher was angry. أنا نسيت الواجب بتاعي وعشان كده التيتشر كان متأخر. حط إيه بقى؟ as a result. الله هنلعب مع بعض ولا إيه؟ طب ما هي as a result هي مين؟ هي so. بص بقى يعمل إيه معاك؟ يحاول إن هو يلعب معاك شوية يعني. طب أنت عندك so هيها as result، يبقى الشغل هيكون على إيه؟ على علامة الترقيم. يبقى أحط له هي as a result، صح كده؟ تمام. في النص في نفس المكان بالظبط، وروح هات لي قبلها بقى السيمي كوما. اوعى تنسى بقى السيمي كولون. هتحط لي السيمي كولون اللي هو حرف الزين وعليه نقطه، وبعدها حط لي الكوما تاني، وبعدها حط الايه؟ الكوما. ونفس الجمله دي تنزل هنا ونفس الجمله، لان الاتنين دول من عيله واحده. والتالته بتاعتهم مين؟ بتاعت العيله، اوعى تنساها therefore معناها ولذلك. طب تعالى الجمله اللي بعدها. The lights went out. النور قطع. Therefore ولذلك we use the flashlights. استخدمنا الكشافات. قال لك استخدم لي because. حلو قوي. انت عايز because مكان therefore، دي مش من العيلة بتاعتها. احنا عارفين ان العيلة بتاعت because هي as، واخر واحدة مين؟ هي since. دول التلاتة اللي في عيلة واحدة. دي مش من عيلتها. طالما مش من عيلتها والاتنين مكان بعض، دي في نص الجملة ودي في نص الجملة، يبقى القاعدة بتقول شيلي therefore نزل because اعكس الجمل كمان مرة. طالما الاتنين من العيلتين اللي عكس بعض ونحطهم في نص الجملة، يعني ترتيب الجمل هيتعكس. يبقى هقول له هنا we used flashlights. we used flash lights. استخدمنا الكشافات. طب ليه؟ بسبب ايه؟ قال لي بسبب the lights اللي هي الجملة الأولى ديت، لأن النور قطع. lights وكمل جملتك عادي خالص. طيب نمبر 6. أيمن didn't eat breakfast. بيقول لي أيمن ما أكلش الفطار ولذلك so he felt sick. حلو قوي. قال لي استخدم since. since
من المجموعة العدوة ليها، صح كده؟ المجموعة اللي عكسها، وعايزها في نص الجملة. برافو. سامع حد بيقول لي خلاص بقى احنا فهمنا يا ميس، هنشيل الكوما ونشيل سو وهنحط سنس، واحنا عارفين ان العيلة بتاعت سنس لا بيجي بعدها كوما ولا سيمي كولون ولا اي حاجة خالص، هي بتيجي كده لوحدها. يبقى انا كل اللي انا هعمله هنا ان انا هحط ايه؟ ايوه، هحط سنس كده، وبعدين اعكس لي الجمل. طيب وانا بعكس الجمل هقول في الاول هي ولا اقول الاستاذ ايمن؟ هقول لك لا، الاستاذ ايمن، ما انا ببدا بالاسم اللي انا هعرفك بيه. يبقى هقول لك ايمن فيلت سك، ايمن شعر بالمرض. وايه اللي حصل بقى؟ بسبب ايه؟ هي الناحيه التانيه خليها هي، عشان اتكلمت عنه خلاص قبل كده ان هو ايمن. هي didn't، وكمل لي جملتك عادي خالص. عارفين الدرس دوت تركته في ايه؟ انك تعرف هتستخدم انهي جمله بعد الرابط بالظبط. قال لي عندي therefore، حلو قوي. the roads were blocked، يعني بيقول لي ايه؟ الطرق كانت ايه؟ مقفوله مزدحمه. they took a different route، خدوا طريق مختلف. طيب therefore هنا جايبها لك بقى ايه مع نفسها كده، ماشيه مع نفسها ازاي؟ لا عندك so ولا عندك because ولا عندك اي حاجه، يبقى انت لازم تكون عارف تترجم الجمله. الطرق كانت مقفوله مزدحمه، ولذلك، ايوه برافو عليك، ولذلك هم اخدوا طريق تاني. يبقى انا هحطها فين يا ميس؟ هحطها هنا. يبقى هقول له there for وبعدها الكوما، طب وقبلها السيمي كولون. وعادي الجمله دي هتنزل هنا والجمله دي هتنزل بعدها، عشان ده السبب ودي النتيجه. كده يونت 9 خلص على خير. عندك في جرامر يونت 10 و11 و12، انا بقول ان هم من اهميه او من اهم الاجزاء اللي عندك موجوده في المنهج، عشان دول مكملين معاك. فانت حاول ان انت تفهمهم معايا قوي دلوقتي، تفهمهم فعلا صح، علشان لو فهمتهم صح انت هتستريح السنه الجايه ان شاء الله في سنه ثالثه. وبعد كده عندك بقى ايه؟ مرحله الثانويه العامه. لان هو جه ايه؟ راح ايه مره واحده كده في الثري يونتس اللي باقيين من المنهج، ادي ماضي تام، ادي ماضي مستمر، ادي مضارع تام. مفيش، احنا قدها وقدود ومفيش مشكلة خالص. أنا بس طالبة منك إنك قبل ما تكمل الفيديو ريح لي دماغك شوية، اشرب لك بقى أي حاجة كده وروق على نفسك، وبعدها تعالى لي وأنت فايق، علشان أنا محتاجاك كده في جولة كبيرة. الجولة دي مهمة جدا جدا، من أساسيات الجرامر عندنا في الإنجليش، بس إن شاء الله هتستمتع وتفهمها مش تحفظها. تاني، افهم إنجليزي ما تحفظش إنجليزي. سمي بسم الله معايا إن شاء الله، تعالى تروح وترجع لي، تبدأ معايا من أول وجديد. في يونت 10 عندك كان بيكلمك على حاجة اسمها الماضي التام. بص انت عشان تفهم بمنتهى البساطة، انا عملت حاجتين، ماشي كده؟ طيب انا جيت عملت حاجتين، حاجة اولى وحاجة تانية. ركز في دي، لو حفظت الجملة دي خلاص الماضي التام بقى معاك لحد ما تخلص ثانوية عامة. انا عملت حاجتين، حاجة اولى وحاجة تانية. الحاجة الاولى ديت بتجيلك عبارة عن ايه؟ بتجيني عبارة عن هاد زائد التصريف التالت، تمام كده؟ طب والحاجة التانية بتجيلي ماضي بسيط. حلو قوي يا ميس، انا طالب اهو تانية اعدادي، انا ولا اعرف يعني ايه هاد والتصريف التالت، ولا اعرف يعني ايه ماضي بسيط. اقول لك خلاص زي الفل، خلاص شيل بقى كل الكلام اللي احنا قلناه ده، وتعالى بقى ايه نتكلم من اول وجديد. ناخد الاول يعني ايه الماضي البسيط، نفتكره، المفروض ان انت عارفه بس خليني معاك ان انت مش عارفه. تعالى ناخده وبعدين ندخل على الماضي التام، ونربط بقى الجمل مع بعضها دي ونشوف هو بيقول ايه. زمن الماضي البسيط، بص يا قلب الميس، احنا عندنا في الانجليش في ثلاث اشكال. ايه هي؟ اول حاجه الانفينيتيف اللي انا بقول عليه present simple، اتفقنا؟ طيب، وتاني حاجه الباست simple. طب وليه باكد على فكره simple دي؟ عشان الانجليش فيه 12 زمن، ماشي؟ يبقى ده اول حاجه present بس simple، وده past بس simple. واخر حاجه عندك الباست participle، التصريف الثالث للفعل. اللي انا هشرحه لك ايه دلوقتي؟ هو الباست simple، الماضي البسيط. بالمختصر المفيد، الماضي البسيط بيتكون من شكلين. قال لي اول شكل عندك هو مين؟ الفعل يبقى اخره اي دي او دي او اي اي دي، يبقى الفعل هيكون اخره اي دي او دي او اي اي دي. لحد كده تمام؟ لحد كده تمام. الشكل التاني هيبقى ايه؟ الشكل التاني هيبقى فعل غير منتظم. طب تعالى اقرا الجمله دي، بيقول لي I went to school yesterday، انا رحت المدرسه امبارح. دي ذهبت، صح؟ يبقى المضارع بتاعها كان يذهب. يبقى في فعل بيتغير لما بيجي يتحول من المضارع الى الماضي، يبقى ده شكل الجمله. طيب قال لي يا سيدي طب انا عايزه انفي الجمله دي، عايزه اقول لك انا ما رحتش المدرسه، اقولها ازاي؟ قال لك الفعل المساعد اللي بستخدمه هو didn't. يبقى انا بجيب فاعل، اي فاعل، اي فاعل زي ما احنا لسه قايلين، اي يو وي زي هي شي ات، اي اسم هات لي بعديه الفاعل وهات لي بعديه فعل بدون اي اضافات، فعل بدون اي اضافات. خلاص عرفنا فعل بدون اي اضافات ده. طب ما انت لسه قايله يا ميس
ان انا الماضي بجيب التصريف التاني. ليه هنا جبت فعل بدون اضافات؟ هقول لك كده، بنعلمها لك ونقول لك ايه، did بيجي معاها فعل بدون اضافات، ودid هي التي تعبر عن الماضي. يبقى مين اللي عبر لك ان الجمله دي ماضي؟ هي did. طب اقدر انفيه بشكل تاني؟ تقدر عن طريق never. ماشي. تقول لي مثلا I never went to school، انا ما رحتش المدرسه. طيب يا ميس، طب ما احنا عندنا حاجه اسمها was اللي هي معناها كان، were اللي هي معناها كانوا، اللي هو verb to be في الماضي. طب ده نعمل فيه ايه؟ انفيه didn't يعني؟ هقول لك لا. was او were ما بتحتاجش تنفيهم بحاجه. was او were ما بتحتاجش تنفيهم بحاجه. كل اللي بتعمله ان انت بتقول لي يا اما wasn't يا اما weren't، يا اما wasn't يا اما weren't. بجيب في الاول كده الفاعل. طبعا مين اللي هيجي لك مع was؟ احفظ دي معايا لو سمحت. ماشي. اللي هيجي لك was، ايه الفاعل اللي بيجي معاها؟ الاي والهي والشي والات. طيب مين اللي بيجي لك مع where؟ اليو والوي والذي. طب بعدهم اجيب infinitive؟ لا، بعدهم يا اما تجيب اسم يا اما تجيب صفه يا حرف جر. يعني اقول لك I wasn't at school، انا ما كنتش في المدرسه، جاب لي حرف جر. I wasn't at home، I wasn't happy، او I was happy عادي جدا. اتفقنا؟ طيب امتى اختار بقى الشكل اللي حضرتك شرحتيه دوت؟ اختاره لما يجي لي yesterday، last زي last week، ago معناها منذ قبلها مده، واللي جايه خطيره جدا، يجيب لك سنه في الماضي بس قبلها ان. تاني، سنة في الماضي بس قبلها in، أو in the past في الماضي، in the past في الماضي. طب شكل السؤال بتاع الماضي البسيط إيه هو؟ قال لك أنت بتجيب السؤال ليه شكلين. لو السؤال ده هيكون إجابته عن طريق yes أو no، أقول لك أو لأ، يبقى هسألك بدid فيكون معناها هل. طب ولو بسأل سؤال بأداة استفهام، نفس الشكل نفس الاسطمبة دي خدها لي هنا بالظبط أهي، بس الفرق إن أنا زودت عليها أداة الإيه؟ الاستفهام. تعالى كده أديلك مثال، فهقول لك إيه؟ where did you go yesterday؟ هو انت رحت فين امبارح؟ يبقى ده سؤال، جاب لك did، جاب لك الفعل، وجاب لي الفعل بدون اي ايه؟ بدون اي اضافات. طيب تعالى بقى نروح على الماضي التام اللي هو الباست بيرفكت. طيب يعني ايه باست بيرفكت؟ يعني ماضي تام. يعني ايه ماضي تام؟ يعني حاجة حصلت وتمت عند وقت معين. يعني ايه عند وقت معين؟ بص الجملة دي بيقول لي ايه؟ I had done my homework by yesterday. انتي بتلخبطيني يا ميس، انتي لسه قايله لي ان yesterday لو جت هقول ايه؟ did، فكنت هقول I did my homework، اجيب الفعل في زمن الماضي. ايوه يا قلب الميس، بس خدت بالك من حاجه؟ قال لك باي، هنا قال ايه بقى؟ باي. طب تعالى بقى، هو لو قال لي باي ماشي، وجاب لي بعد باي مده زمنيه في الماضي، يعني by yesterday، يبقى yesterday. أو قال لي مثلا by 5 o'clock last week، بحلول الساعة الخامسة الأسبوع اللي فات. المهم إن هو يجيب لي باي، فهقول لك بحلول الوقت ده في الماضي أنا أتممت العمل. شكل الجملة إزاي؟ فاعل هاد تصريف تالت، فاعل هاد بي. اتفقنا؟ طب وفي حالة النفي قال لك تنفي يا إما بنوت يا إما بنفر، يا إما بننفي يا إما بنوت يا إما بنفر. تعال نشوف مثال. I hadn't visited أسوان before the exam. أنا ما زرتش أسوان قبل الامتحان، فاديت لك ميعاد والميعاد ده جه قبل الإيه؟ الامتحان. I had never visited أسوان، يبقى يا إما أقول له hadn't يا إما had never. اتفقنا كده؟ طب لو هسأل سؤال معناه هل، امشي معايا واحدة واحدة، السؤال ده كده معناه إيه؟ هل. طب تفتكر هل هنا هبدأ بدid؟ قال لي لأ. طب ما هي هاد عندك موجودة فعل مساعد، ليه هتبدأ بدid؟ يبقى أنت هتجيب هاد، بعد كده الفاعل، وبعد كده التصريف الثالث للفعل. فنقول مثلا had you done، had هل، ويو أنت، ودون أتممت. هل أنت عملت your homework before 6 o'clock؟ قلت لك هيجيب لك إيه؟ before أهو جابها لك، أو باي. يبقى يقول يا إما يقول لك before يا إما يقول لك باي. طب أنا بقى إيه؟ خلاص وأنا شطور وعملت، يبقى أقول له يس إيه؟ I had. طب ما عملتش يبقى أقول له no I hadn't. نفس الطريقة لو أنا بعمل سؤال بأداة استفهام، ابدأ بوات، وهات بعدها هات فعل مساعد أهي، والفاعل عندك هو يو، والتصريف الثالث، وبعد كده الوقت الزمني عادي. ده كل ده انا ما استخدمتش روابط زمنيه. ايه ده، هو الزمن ده كمان ليه روابط زمنيه؟ ما قال لك اصل الزمن ده، مش انا لسه قايله لك؟ ندخل بقى كده ايه في الموضوع التاني. ايه هو الموضوع التاني؟ الموضوع التاني ان عندك زمن الماضي التام يا ولاد، هو بيربط لك ما بين نقطتين زمنيتين. يعني ايه الكلام ده؟ بيربط ما بين جملتين، في حدث حصل في الاول وحدث حصل
في التاني. يعني مثلا أنا صحيت الأول وبعد كده صليت، إيه الحدث اللي أنا عملته الأول؟ إن أنا had got up. اوكي، خد بالك هي got او gotten، ماشي. يبقى ايه؟ يبقى انا قلت لك ايه؟ I had got up، انا صحيت الاول. طب وتاني حاجه عملتها ايه؟ I prayed، انا صليت. بص كده عشان الجمله دي خطيره. اول حاجه بقول لك انا صحيت، يبقى الحدث الاول had be، الحدث الاول had be يعني ماضي تام، والحدث الثاني ماضي بسيط. عرفت بقى احنا ليه خدنا الماضي البسيط؟ يبقى الحدث الاول had be والحدث الثاني ماضي بسيط. تمام. ده في كل الاشكال لازم تكون عارف اول حاجه بتعملها هات والتصريف التالي، جه بعدها حدث تاني يبقى يجي في الماضي البسيط. طب احنا خدنا الشكل ده ليه؟ عشان هنبدا ناخد الروابط الزمنيه، الكلمات اللي بتدل عليه. ايه الكلمات اللي بتدل عليه؟ قال لي عندي في حاجات كتيره جدا بتدل عليه. قال لي باي then، before، by the time. تعالى بقى ناخد اشكالهم كلهم. احفظ معايا. دي اول مجموعه after و as soon as و because. بس الاساسي عشان تبقى طالع فاهم اللي بتاخده، انا كاتبه لك دي مجازا كده، الاساس الاتنين دول بتوع الزمن. لان because لما تكبر شويه هتعرف ان because بيجي معاها اكتر من زمن في الانجليش. يبقى تاني افهم انجليش ما تحفظش تاني. after و as soon as دول من عيله الماضي التام في الاساس، دول من نفس العيله. because دي بقى شغاله مع كذا زمن، هنشغلها دلوقتي مع مين؟ مع after و as soon as. هيجي بعدهم ايه؟ ماضي تام. طالما هيجي بعدهم ماضي تام يبقى ده الحدث الاول اللي هو اكشن 1، والجمله الثانيه ماضي بسيط يبقى هي اكشن 2، يبقى ده الحدث الثاني. فانت لازم تبقى حافظ على طول اول ما الاقي افتر او as soon as او الاقي because هجيب بعدهم ماضي تام والجمله الثانيه ماضي بسيط. بص المثال بيقول لك after I had finished my homework، بعد ما خلصت واجبي. يبقى الحاجه اللي انا عملتها الاول هي ان انا خلصت واجبي. I went to bed، انا رحت السرير، يبقى دي تاني حاجه، رحت انام. اوكي كده؟ قال لي اوكي. سواء انت جبتها لي بقى فين، جبتها في نص الجمله او في اول الجمله. بس خد بالك في تريك هنا صغنطوطه، ايه هي؟ ان انت عندك افتر. بص الجمله دي انا هكتب لك جمله وانت بقى حلها معايا كده. افتر نقط ماي هوم ورك، ماي هوم ورك. اتفقنا؟ الجمله الثانيه I went to bed، انا رحت انام. I went to ايه؟ bed. طب بص كده على الجمله دي after، انا هنا هختار ايه؟ على طول يا ميس دي سهله خالص، يبقى after I had done، ما انت لسه قايله لي كده had والتصريف مين؟ had والتصريف التالت. طب في اختيار تاني اهو كاتباهولك، هقول لك after doing. ايه بقى ده؟ ايه doing دي؟ ما انت يا في ميس لسه قايله لي had done. هقول لك لا بالراحه كده، بص كده معايا. تعال الاول نعلم الاجابه الصح وهي doing. طب ليه؟ بص بعد after، هل هنا في بعد after فاعل؟ يعني في الطبيعي ان انا اجيب افتر وبعدها يو وي زي اي فاعل، وبعدين بقى احط هات زائد التصريف التالت زي الجمله دي افتر في عندك فاعل. طب هنا مفيش فاعل، طالما مفيش فاعل يبقى فيرب اي ان جي، طالما مفيش فاعل يبقى فيرب اي ان جي. اوعى تنسى بقى طالما مفيش فاعل يبقى فيرب ايه؟ فيرب اي ان جي. اوكي. يبقى لو ما جالكش بعد افتر فاعل على طول هتجيب له اي ان جي. ماشي، فعل زائد الاي ان جي. طبعا بجيب الفعل في المضارع بزود له اي ان جي. المجموعه الثانيه بنبقى خلصنا اليونت ده في الشرح. مجموعه بتاعت مين؟ بتاعت بيفور وباي ذا تايم وباي ذن. اتفقنا؟ يبقى تاني بيفور وباي ذا تايم وباي ذن. قال لي المجموعه دي كلها بيجي بعدها ايه؟ الحدث الثاني. يعني هعكس، عارف كده؟ يبقى العكس بتاع افتر على طول ماضي بسيط والجمله الثانيه ماضي تام، ماضي بسيط والجمله الثانيه ماضي تام. بص بيقول لك ايه هنا؟ باي ذا تايم، بحلول الوقت ده. يعني ايه باي ذا تايم؟ بحلول الوقت ده. ترجمها كده عشان تعرف تترجم. او يجيب لك بيفور، يبقى انا هنا ممكن يقول لي باي ذا تايم او ايه، او اقول له بيفور عادي خالص. يبقى باي ذا تايم او بيفور. طب تمام، حلو جدا. mom arrived home، بحلول الوقت اللي ماما وصلت فيه في البيت I had cleaned the house. يبقى ايه اللي انا عملته الاول؟ ان انا نظفت المطبخ او نظفت البيت، وبعد كده راحت ماما جايه. عشان خاطري تركز، الحدث الاول هات تصريف ثالث، الحدث الاول هات تصريف ثالث. يبقى ده الاول. طب والحدث الثاني ماضي بسيط والحدث الثاني ماضي بسيط. خلاص بقى انا عرفت حتى لو جول يميس في نص الجمله هجيب بعدهم الحدث الثاني وقبلهم الحدث الأول، يبقى ماضي بسيط والناحية التانية تبقى ماضي تام. تمام تمام. طب ماشي، قبل ما نخلص من الحتة بتاعت بيفور دي ناخدها هي كمان، نفس الفكرة بتاعت أفتر. قال لك بيفور دي
لو ما جاش بعدها فاعل هات ing. يبقى اقول لك مثلا before going to the club، قبل ما اروح النادي I had eaten. انا كده قلت صح؟ ركز كده وفكر، وقف الفيديو وارجع تاني. my lunch. هقول لك ايه بقى I had eaten؟ قال لي لا I ate. ايه ده؟ يعني يا ميس انا هكون ثابت عندي اهو ان المفروض ان before يجي بعدها ايه؟ يجي بعدها going. الكلام ده صح؟ ركز في الجملة تاني وشوف الكلام اللي انا كاتباه صح ده ولا غلط، وارجع قول لي تاني. اتفقنا؟ انا هنا جبت going وهنا جبت التصريف التاني للفعل. الكلام ده عندك صح؟ قال لك لا الكلام ده مش صح. لازم عشان خاطري تكون قاعد بتحفظ ورقة وقلم. هي before هيجي بعدها ايه؟ before في الأصل هيجي بعدها past simple، صح كده؟ طب أنا شلت الباست simple وجبت ing، يبقى الناحية التانية ناقص لي مين؟ had زائد التصريف التالت يبقى eaten. كمان مرة، كمان مرة، اوعى تتلخبط. أنا ليه قلت لك الحتة دي؟ عشان احنا في أفتر كنا جايبين هنا ماضي بسيط، بس هي قاعدة أفتر بتقول كده إن الجملة التانية ماضي بسيط، إنما before بتقول لك إن الجملة التانية بتبقى had زائد التصريف التالت، had زائد التصريف المين؟ التالت. كمان مرة تعالى بقى نمسح دي ونكتبها صحيحة عشان تبقى انت فاهمها كويس. يبقى هقول لك I had eaten lunch مثلا، انا اكلت الايه؟ الغدا. اتفقنا كده؟ قال لي اتفقنا. اخر جزئية عندك هي تل وانتل. تل وايه؟ وانتل. تل وانتل ترجمتها حتى، بس انا بقول لك ترجمها الا اذا. احنا على طول بننزل لكم كده اقول لك ايه؟ ما انتش خارج الا لما تكتب الواجب. ما انتش هتقعد تلعب على الموبايل الا لما تذاكر. إلا لما تساعدني. يبقى أنت احفظ لي كلمة تلو أنطل معناها إلا لما هتعمل كذا هديلك كذا. اتفقنا؟ هتبقى شكلها عامل إزاي؟ القاعدة المقررة عليك إنك يجيلك قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها هات تصريف تالت، هاد زائد تصريف تالت. بس اوعى تنسى يا بطل في هنا فاعل، ماشي؟ وفي هنا فاعل. الماضي البسيط المنفي بقى عشان بس تبقى انت فاهمه هيجي لك يا اما didn't زائد فعل بدون اضافات. برافو، سمع حد بيقول لي يا اما wasn't او weren't وما يجيش بعدها اي افعال. طب تعالى نشوف. I didn't watch TV. انا مش هتفرج على التلفزيون الا لما I had done my homework، الا لما اعمل الواجب بتاعي. اتفقنا؟ بنراجع لك هنا على قاعدة وين، وقاعدة وين بيقول لك بقى دي شغالة على كله. يعني ايه شغالة على كله؟ يعني وين لو لقيت الجملة اللي بعدها ماضي تام هات التانية ماضي بسيط. طب ولو لقيت اللي بعدها ماضي بسيط هات اللي بعدها ماضي تام. وانا حابة ان انا اشرح لك الفرق ما بينهم عشان تبقى فاهم. بيقول لي when I reach the station. لو انت فهمت موضوع الحدث الاول والحدث الثاني هتفهم اللعبة هنا. بيقول لي when I reached the station، عندما وصلت إلى المحطة. the train had left. إيه اللي حصل الأول؟ إن القطر مشي، وتاني حاجة أنا وصلت. صح؟ مش إحنا قلنا هاد والبي بي ده الحاجة اللي بتحصل الأول؟ يبقى القطر هنا مشي الأول، وهنا I reached the station أنا وصلت المحطة بعد كده. بص الجملة دي بقى. when I had reached the station، أنا لما وصلت المحطة the train left. طيب لما انا وصلت المحطه ايه اللي حصل الاول؟ انا وصلت المحطه ذا ترين ليفت، انا لقيت القطر مشي. ده الحدث مين؟ ده الحدث التاني. لحد كده تمام. هنا طبعا راجعنا على افتر وبيفور، خلاص احنا خلصنا كل الكلام ده. يلا نحل على طول وسمي بسم الله الرحمن الرحيم. بص بيقول لي فيرست. طب انا عايزك تعرف فيرست دي فيرست اولا وزين ثم، ماشي؟ اوعى تنسى بقى فيرست اولا وزين ثم. ثم دي الحاجه التانيه، صح؟ يبقى تاني كمان مره، ثم اللي يجي بعد زن يبقى ده الحاجه التانيه، وطالما الحاجه التانيه يبقى ماضي بسيط. طب واللي يجي قبل زن يبقى ده الحاجه الاولى، وطالما الحاجه الاولى يبقى هات تصريف تالت. يبقى هات تصريف مين؟ هات تصريف تالت. تعالي نمشي بقى بالقاعده احنا قلناها. افتر. طيب فكرني بقى، هي افتر كان بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها الحاجه الاولى. طب فين الحاجه الاولى؟ اي واتشد. يبقى افتر هقول له افتر اي واتشد ولا افتر اي هاد واتشد؟ يبقى افتر اي هاد واتشد عشان ده ايه؟ الحدث الاول، والحدث الاول هاد تصريف تالت. يبقى افتر اي هاد واتشد تي في، انا بعد ما شفت التي في، ماشي؟ اشيل بقى اند زين دي خالص، انا مش محتاجها، ما انا جبت افتر. يبقى اي went الحمد لله التانية ماضي بسيط اسيبها في حالها. I went to bed. اتفقنا؟ عندي before. طب جميل خالص. I didn't say sorry then my friend left. انا ما قلتش انا اسف وبعدها صاحبي مشي. احنا قلنا بعدها، بعدها ده يبقى الايه؟ الحدث التاني. طب ودي هتبقى الاولاني. طب تعالى هات لي before. احنا كنا بنقول ان before بيجي بعدها مين؟ الحدث مين؟ الحدث التاني. برافو عليك. وقبلها had زائد التصريف التالت، صح؟ واحدة واحدة.
يبقى أنا عايزة أجيب الجملة هتبقى هاد هنا زائد التصريف التالت، يبقى I. هاد بقى ولا hadn't؟ لو جات لك الجملة فيها نفي حافظ عن نفي يبقى I hadn't. أنا ما قلتش. طب وسي هات التصريف التالت، يبقى I hadn't said sorry. أنا ما قلتش sorry before my friend left. هسيب left زي ما هي عشان before بيجي بعدها ماضي بسيط. يبقى التركة في ايه بقى؟ التركة انك تيجي عند زين دي وتقول لي ان اللي بعدها حدث تاني ماضي بسيط، وان اللي قبلها حدث اول، وطالما حدث اول هات تصريف تاني. عارف فكرة انك تحط كده في الجملة حدث اول وحدث تاني، هتعرف انت هتجيب في زمن ايه كمان مرة. يبقى انت جات لك زن، يبقى قبلها حدث اول، والحدث الاول هات تصريف تالت، والحدث التاني ماضي بسيط. تعالى الجملة اللي بعدها before the bell rang for class. قبل ما الجرس يرن في الحصة. they had eaten lunch. هم كانوا اكلوا الايه، اكلوا الغداء. يعني اتمنى تجيلك جمله زي دي في الامتحان عشان دي اسطمبه. يعني ايه اسطمبه؟ افتر. طب افتر بتيجي بعدها الحدث الاول، فين الحدث الاول؟ هات تصريف تاني. يبقى هتعكس لي الجمل وتسيبها زي ما هي. جات لك بيفور وقال لك حط مكانها افتر، هتجيب افتر وتعكس الجمل. اتمنى تيجي حاجه زي كده في الامتحان، بتبقى سهله. يبقى زي had eaten lunch. الجمله التانيه هقول له the bell rang واكمل جملتي عادي. طب تعالى بقى نشوف until. my dad fixed the car. بيقول لي بابا صلح العربيه. then رجعنا تاني لزن. حلو. then هيجي بعدها حدث تاني لان ثم احنا رحنا الرحله. طب والحدث الاول ان هو صلح العربيه، قال لك حط until. تعالى حط لي until كده. ليه بكتب الكلمه الاول؟ عشان ساعات الطالب ما بيبقاش عارف هو هيقول الجمله على بعضها ازاي. طب نرتبها واحده واحده، مش حدش بيجري ورانا. ادي عندك until صح كده. الميس قالت until هات قبلها مين؟ هات قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها هات والتصريف التالت. فين الجملة في الاتنين دول اللي بتيجي هات تصريف تالت؟ الأول ولا التاني؟ برافو عليك الأول. يبقى أنا عايز until. عايز هنا بعد until الجملة دي بس تبقى هات وتصريف تالت. تعالى نعملها الأول. يبقى هقول له هنا إيه؟ my dad had fixed زي ما هي عشان هي أصلا تصريف تاني زي تالت the car. صح كده؟ أوكي. تعالى بقى للأولى. هقول له إحنا رحنا الرحلة ولا ما رحناش؟ ما إحنا قلنا until زي till يجي قبلها منفي. طب وانت ماضي بتنفيها ب didn't، يبقى هقول له we didn't go. اوعى تنسى didn't بعدها فعل بدون إضافات. يبقى we didn't go on a trip. صعبة دي؟ تمام كده. طبعا قلنا قبل كده يعني ايه until؟ الا لما. يبقى احنا ما رحناش الرحله الا لما بابا صلح العربيه. طب تعالى ناخد المثال اللي بعده. I studied English then I moved. خلاص ده بتاع then، ده ممكن تحله انت مع نفسك بقى. ممكن تحلي لي السؤال رقم 5 ده وتكتبه لي في الكومنتس واشوفك فهمت ولا ما فهمتش، الدنيا ماشيه ايه معاك. We made the phone call. احنا عملنا تليفون، عملنا مكالمة. زين وي ليفت. عندك برضو زين حليت عليها كتير، يلا اشتغل مع نفسك. طب بيقول لي سالي forgot her keys. يعني سالي نسيت المفاتيح بتاعتها. she couldn't open the door. دي جميلة، يلا نحلها سوا. احنا قلنا ان because بيجي بعدها ايه؟ تعالى بس نركز. because هيجي بعدها head زائد البي بي. احفظ لي دي. طب انما so هيجي لك بعدها ماضي بسيط يبقى past simple. يبقى تاني سو بيجي بعدها باست ايه؟ باست سمبل. طب يا ميس انا هستخدم بيكوز في النص. بيكوز هيجي بعدها السبب، احنا لسه قايلين كده في اليونت اللي قبله. هو فين بقى السبب؟ السبب ان هو نسي مفاتيحه، فالنتيجه ان هي ما قدرتش ايه؟ تدخل. صح؟ جميل، امشي معايا واحده واحده. ادي بيكوز اهي يا ميس، ماشي. يبقى هقول هي نسيت مفاتيحها. هي ما قدرتش تدخل بسبب ايه؟ هي ما قدرتش تفتح الباب بسبب ان هي نسيت مفاتيحها. because هيجي بعدها هاد والبي بي. ايه الحاجه اللي حصلت الاول؟ انها نسيت مفاتيحها. صح. يبقى because خليها شي عشان نقول سالي في الاول. شي ايه بقى؟ برافو. had forgot تمشي تصريف ثالث عادي. يبقى she had forgot her keys. هي نسيت مفاتيحها. صح الكلام ده؟ تعالى كده اوضح لك بس الحته دي عشان تبقى ايه. لو انت بتبص على الشاشه يبقى had forgot her keys. صح كده؟ قال لي صح. وبعدها هنا بقى النتيجه حصلت ايه؟ ان هي ما قدرتش تدخل. هي دي ماضي couldn't infinitive، دي ماضي عادي خالص. يبقى هقول له she
خليها بقى ايه سالي. يبقى سالي couldn't، سالي ما قدرتش open، كمل جملتك، because لان هي نسيت المفاتيح. تمام كده. طب اجي عند سو اعكس بقى. يبقى سو هتعكس لي، لان احنا قلنا ان سو معناها لذلك وبيجي بعدها النتيجه. اتفقنا. وبيجي بعدها ايه؟ ماضي بسيط. يبقى انا هقول له ايه بقى؟ هات لي قبلها بقى ماضي تام. يبقى هقول له سالي. صح كده. هات لي السبب. ايه السبب؟ انها نسيت مفاتيحها. يبقى سالي had forgot سالي نسيت her keys، نسيت المفاتيح بتاعتها. طب والنتيجة بقى؟ so she couldn't، ولذلك هي ايه؟ ما قدرتش انها تدخل البيت بتاعها. ماشي. يلا بقى ندخل على اليونت نمبر يونت 11 ان شاء الله. جرامر يونت 11 سهل وجميل وهيخلص على طول. هيكلمني على الباست سيمبل. طب ما احنا خلاص خدنا الباست سيمبل، فخلاص هناخد بقى الباست كونتينيوس. يعني ايه الباست كونتينيوس؟ معناها الماضي المستمر. يعني ايه ماضي مستمر؟ يعني انا كنت بعمل الحاجه دي بس في وقت محدد في الماضي. هنشوف شكلها عامل ازاي. فادخل معايا كده بس على طول على الايه، الماضي المستمر. لان احنا خلاص قلنا الماضي البسيط. الباست continuous tense بيتكون من ايه؟ was were ing. was were ing. طبعا was بتستخدم مع المفرد السنجلر، مع الاي اللي هي الشي ات احمد محمد، و were بتيجي مع الجمع اليو والوي والذي. طيب وبعدها هجيب بعدها فيرب ing. بس خد بالك انا من شويه وانا بشرح لك الماضي البسيط قلت لك لو ما جاش فعل، ما جبتش فعل بعد was او were ما بتحطش فيه اي افعال. يعني لو جيت قلت لك كده I was happy yesterday، يعني ايه؟ انا كنت I was happy yesterday، انا كنت مبسوط امبارح. فكلمة was هنا جات لك بعدها ايه؟ جا بعدها صفة. هو ينفع اجيب صفة؟ ينفع تجيب صفة، ينفع تجيب اسم، ينفع تجيب كمان حرف جر. طيب انما لو اضطريت بقى ان انا اجيب بعدها فعل هتحط له اي ان جي، فساعتها يكون لك زمن اسمه ايه؟ الماضي المستمر. يبقى was were ing الماضي ايه؟ مستمر. بص بقى التركه تجيلك ازاي في الامتحان. يقول لك ايه؟ I was reading a story yesterday morning. الله. وميس شويه تقولي لي by yesterday وشويه تقولي لي yesterday بس، ودلوقتي by yesterday morning. ايوه. هو ما قالش هنا باي. احنا قلنا لو قال باي او قال بيفور يبقى ساعتها هجيب ايه؟ هاد والتصريف الثالث. طب قال yesterday لوحدها اجيب التصريف الثاني للفعل. طب جاب لك yesterday مع مدة في الماضي yesterday morning، يقول لك at 3 yesterday الساعة 3 امبارح. لو جاب لك مدة مع كلمة بتدل على الماضي هتجيب was أو were ing. was أو were ing. زي مثلا دي بصوا children were sleeping at 10 yesterday. هو قال لك yesterday بس ولا حدد ان الاطفال كانوا نايمين الساعة 10 امبارح؟ طالما حددها يبقى تقول لي was أو were والاي ان جي. طيب ويجيب لي بعد كده النفي بتاعها. خلاص بقى دي تافهه، يا اما بوازنت يا اما بورنت والاي ان جي وقبلها الفاعل بتاعها. كل واز ياخد الضمائر بتاعته ووير تاخد الضمائر بتاعتها. طيب تعالى في حاله السؤال. السؤال لو معناه هل كمان مره لازم تكون طالب فاهم حاجتين وتحفظهم زي اسمك. احنا عندنا سؤالين اهوت في الانجليش. ايه هما السؤالين دول؟ السؤال يا اما هجاوب عليه بيس او نو، واحنا ما عندناش اداه استفهام في الانجليش اسمها هل زي عندنا في العربي. فبالتالي في شويه افعال كده انا بستخدمهم بمعنى هل. اتفقنا. وحاجه تانية بقى ال WH question اللي هي كل ادوات الاستفهام اللي اولها WH او هاو. ماشي. زي هاو طبعا دي اولها اتش. طب لو كان اولها WH تبقى بقى ايه؟ عندك زي وات، زي قال لي زي وات، زي وير، زي هو للعاقل، زي هوز. اي اداه استفهام اولها دبليو اتش يبقى انا لازم اكون عارف كطالب ايه؟ ان احنا عندنا نوعين من السؤال. سؤال بجاوب عليه بيس او نو فالمفروض الاداه بتاعته اسمها هل، وانا ما عنديش حاجه اسمها اداه اسمها هل في الانجليش فبسال بشويه افعال. اتفقنا. طيب والناحيه الثانيه سؤال باداه استفهام. الاولاني واز او وير، خلاص سمع حد بيقول لي يبقى ده معناه هل. ماشي. هجيب واز او وير وبعدها الفاعل المناسب، وبعد كده تجيب لي الفاعل المناسب وبعد كده الفيرب اي ان جي. تعالى خد مثال. was he studying. بص يا استاذ هو عمل ايه؟ يقول لك ايه بقى؟ ادي was، ادي he، اوعى تنسى الاي ان جي. yesterday وسكت ولا yesterday afternoon؟ yesterday afternoon. يعني هل هو كان قاعد بيذاكر امبارح بعد الظهر؟ تفتكر كان عنده ضمير وقاعد بيذاكر؟ ممكن برضه. يبقى اقول ايه؟
ادي yes وبعدين he وبعدين was، يبقى yes he was او no he wasn't. طب دي تركة حلوة، تعالى ناخدها. اقول لك were you studying English yesterday morning؟ هو انت كنت قاعد بتذاكر انجلش امبارح الصبح؟ طيب انا قلت yes. طب ايه جاب was اصلا؟ بالراحة، احنا قلنا بنعمل المقص المشهور، واليو هتنزل لي اي عشان انت اللي بتجاوب بنفسك. طب الاي بتاخد وير ولا ووز؟ قال لي بتاخد ووز. يبقى من الاخر لو جات لك وير يو هتحولها لاي ووز او I wasn't. تمام كده؟ تمام. او ان انا اجيب السؤال بأداة استفهام. لو انت عرفت السؤال اللي معناه هل، هتحفظ بأداة استفهام، عشان انت هتاخد نفس الشكل بس تزود عليه مين؟ أداة الاستفهام. What were you doing؟ كنت قاعد بتعمل ايه at 7 p.m. yesterday؟ الساعة 7 امبارح. قال لي I was playing tennis. انا كنت قاعد بلعب تنس، كنتش بعمل حاجة. الكلمات اللي بتدل عليه لازم نكون حافظينها. اول حاجه all day، يعني ايه all day؟ طول اليوم، ماشي. yesterday، ما all day yesterday يعني ايه all day yesterday؟ يعني طول اليوم امبارح. at 7 yesterday، ماشي. yesterday morning، yesterday evening، yesterday afternoon. ودي حلوه جدا. from 7 to 11، يعني ايه from 7 to 11؟ from يعني من، وتو معناها الى، يبقى هقول لك من الساعه، يبقى تقول لي من الى. يبقى تاني from to معناها من ايه؟ من الى. اتفقنا. تعالى طيب، ماشي كده. تعالى بقى نشوف الايه، الخط الزمني، وازاي نستخدم الكلمات اللي بتدل على الماضي المستمر في الزمن ده. بص كده الجملة دي بيقول لك ايه. I was cycling، يعني انا كنت بسوق العجلة when it rained، عندما امطرت. بص كده ايه اللي حصل. انا كنت ماشي اهو بالعجل، والفعل كان مستمر في الماضي، ماشي. عندما ايه بقى it rained؟ لما الدنيا مطرت. يبقى معنى كده لما تجيلك وين، فاكرين وين من شويه لما جت مع الماضي مع الهاد، مع زمن الماضي التام، قلت لك وين دي شغاله معايا جوكر، شغاله معايا في كل الازمنه، هي كده. فقال لي وين هنا هيجي بعدها ايه؟ بعدها التصريف التاني للفعل اللي هو ماضي بسيط خلاص عارفينه، وقبلها هيجي مين؟ هيجي was او were verb ing. تمام كده؟ تمام. بص كده هتبقى عامله ازاي. I was studying my lesson when the light went out. أنا كنت بذاكر، ماشي، الدروس بتاعتي لما النور قطع. طب هي وين ينفع يجي بعدها ماضي مستمر؟ ينفع يجي، يعني ينفع يجي بعدها ماضي بسيط أو ينفع يجي بعدها ماضي مستمر، ليها حالات كده بس هي مش عليك يعني. طب تعالى نشوف اللي بعدها بقى. قال لي عندك while وas وجاست as، يبقى دي مجموعة مع بعضها. يبقى انت عندك when واخدة مجموعة لوحدها مع نفسها، وعندك while وas وجاست as. while وas وجاست as. قال لي while وas وجاست as ليها ايه بقى؟ حاجة كده بسيطة لازم تفهمها. هيجي بعدها ماضي مستمر والجملة التانية ماضي بسيط، يعني معنى كده الجملة الأولى دي هتبقى ايه؟ هتبقى was أو were زائد verb ing، والجملة التانية دي هتبقى V2. أول ما أقول لك V2 يبقى أنت عارف الفعل ده بينتهي بإيه، دي أو بدي، أو يكون فعل غير منتظم زي مثلا جوينت. خلاص بقى احفظ معايا، ماشي. تعالى كده نقرا الجملة. When I was reading a book، أنا لما كنت قاعد بقرا كتاب. The phone rang، بص أنا قاعد فاتح الكتاب أهو، وراح التليفون رن. ايه اللي حصل؟ رنة التليفون هتقطع عليا القرايه، صح؟ يبقى انا ده بسميه عندنا في الانجليش interrupt action. يعني ايه interrupt action؟ يعني حصل كده حدث قطع الحاجه اللي انا كنت بعملها. انا قاعد بذاكر فالنور قطع، يبقى النور لما قطع عمل ايه؟ قطع الحدث بتاع المذاكره. لحد كده اوكي؟ تمام. طب لو انا بقى بتكلم على حدثين في نفس الوقت، يعني اقول لك بينما انا بذاكر ماما بتطبخ، بينما أخويا بيلعب على الموبايل أنا بقرا الكتاب. يبقى لما الحدثين يحصلوا في نفس الوقت، في واحد بيعمل حاجة وواحد تاني بيعمل حاجة، يبقى شكل الجملة هيبقى عامل إزاي؟ تعالى نمشي واحدة واحدة. أدي هواي. My mom was cooking، بينما ماما بتطبخ. My sister was cleaning the house، أختي كانت بتنظف. في حد بيعمل حاجة وحد تاني بيعمل حاجة، الاتنين ماشيين باراليل، محدش بيقطع حد. الحدثين ماشيين باراليل مع بعض، واحد بيعمل حاجة والتاني بيعمل حاجة. يبقى شكل الجملة بيبقى عامل ازاي هنا؟ قال لي شكل الجملة هيكون was أو were verb ing، والناحية التانية برضو was أو were verb ing. لحد كده تمام؟ قال لي تمام. طب تعالى بقى التركة بتاعت هوايل اللي عاملة زي مين؟ قال لي تركة هوايل اللي عاملة زي after و before. هوايل ممكن ينفع يجي بعدها verb ing
برافو، سامع حد بيقول لي اكيد مش هيجي فاعل. ايوه زي الفل كده. تعالى كده ناخد مثال. يعني اقول لك مثلا ايه، بص كده، while playing football. انا قلت while I was playing ولا قلت while playing على طول؟ عشان مفيش هنا I، مفيش هنا he she it، مفيش اي فاعل، فعلى طول حطيت verb ing. والجملة التانية حدث قطع حدث اهوت، فعشان كده جبت الجملة التانية دي ايه، هتبقى ماضي بسيط. وطبعا هي بتيجي اي ان جي كده، يبقى الجمله التانية هتبقى ماضي بسيط. طب في هنا جزئيه حلوه قوي، ساعات كده بين قوسين يغلس شويه ويقول لك حط لي كلمه اسمها during. during يعني اثناء، during يعني اثناء. والduring ما يجي بعدها فعل اي ان جي، قال لك هات بعدها النون، يبقى هات لي بعدها النون. يبقى روح قايل له كده during، اثناء football I fell down. I fell down يعني اثناء الكوره انا وقعت، يبقى during بيجي بعدها ايه، هيجي لك بعدها noun. يلا بقى نحل على اليونت دوت. وخد بالك كمان ممكن تقول لي هنا during football match، لو عايز تكمل يعني المعنى ما فيهاش مشكلة خالص انك تقول كده. المهم ان during معناها اثناء، وبيجي بعدها ايه يا ميس، بيجي بعدها noun. طب تعالى كده ندخل على طول على الحل. بيقول لي ايه، اسماء played tennis yesterday. طب طالما اسماء عندك اهي، وادي played تصريف تاني عشان في yesterday. انما لما يقول لك yesterday morning يعني حدد الزمن في الماضي، يبقى كده ما ينفعنيش بقى. يبقى انا هقول له اهو ادي اسماء. طب وبعد اسماء هقول له was playing بالاي ان جي. طب ليه ميس؟ عشان احنا قلنا لو حدد الزمن في الماضي، لو عن طريق بقى عن طريق باي، لا اوعى تنسى وتفرق، عشان انت عندك ازمنه ممكن تدخل في بعضها. باي او بيفور مع yesterday يجي لك هاد وتصريف ثالث. انما قال لك yesterday morning مع جميع اوقات اليوم، afternoon او yesterday مثلا evening، او قال لك yesterday from 5 to 9، فعلى طول was او were اي ان جي. واروح شايل بقى ده كده خلاص واقول له تنس، واقول له yesterday بس لا، yesterday morning يعني ايه، يعني امبارح الصبح. while أروى was painting she dropped the brush. بيقول لي بينما أروى كانت بتلون، هي وقعت مين؟ هي وقعت الفرشة. قال لك استخدم when، هات لي when في الأول. طيب ركز بقى معايا، while جه بعدها was والاي ان جي، انت اعكس مع when، هتعكس هتجيب لي الماضي البسيط الاول. بس هتقول لي when she ولا احنا اتفقنا بقول الاسم الاول بعرفك انا بتكلم على مين. يبقى when اروى dropped the brush. حط الكومه بتاعتك. وليه حطيت when في الاول؟ عشان هو كاتبها كابيتال. يبقى هقول له الناحيه التانيه she was painting. اوكي تعالى اللي بعدها. قايل لي قول while ياسين، while watching a film ياسين felt asleep. طيب من شويه احنا قلنا ايه، ادي while فعل اي ان جي تمام كده. هنا قال لي while ياسين يعني عايزني اجيب فاعل، وطالما فاعل يبقى هجيب was او were اي ان جي. يبقى قال لي ياسين، طب ماله استاذ ياسين؟ يبقى was ايه، was watching، بينما ياسين بيتفرج على الفيلم. فيلم اللي حصل الناحية التانية حدث قطعه ايه هو، ان ياسين راح في النوم، ينزل زي ما هو عشان ماضي بسيط. اللي بعد كده my father came home late I was sleeping. بابا جه البيت متأخر أنا كنت نايم. قال لي حط وين. طب وين هنا ده كابيتال ولا سمول؟ ده سمول. يبقى أنا هجيبه فين؟ قال لي هجيبه في النص على طول. وين هيجي بعدها إيه؟ ماضي بسيط. يبقى أنت هتجيب الجملة اللي فيها الماضي البسيط دي هنا، وأجيب الجملة بتاعت الماضي المستمر الأول. يبقى هقول له I was sleeping أنا كنت نايم when my father لما بابا، وكمل باقي الجملة. اتفقنا؟ during the trip I felt excited. بيقول لي أثناء لما أنا كنت رايح الرحلة أنا كنت بشعر بالحماس. أنا قلت لك وأنا كنت رايح صح كده، يعني وأنا رايح الرحلة أنا كنت شاعر بالحماس. طب ليه عمالة تأكدي عليها؟ عشان هو يميس قال لي هوايل صح. طب هوايل بيجي بعدها اسم؟ قال لي لأ بيجي بعدها فيرب اي ان جي. طب أنا عشان أروح الرحلة يبقى الفعل مثلا جو، يمشي جو زي الفل. يبقى هتقول لي هوايل جو ولا going؟ قال لي going. going on the trip يعني وانا رايح ايه، رحله. طب تمام. يبقى تاني انت جالك while، دور على الفعل اللي يليق مع الكلمه.
أنا بروح الرحلة يبقى going، يبقى while going on the trip. الجملة التانية زي ما هي I felt excited. الجملة دي مهمة جدا جدا. طب اللي بعدها قال لي استخدم as. the car stopped. العربية وقفت. we were crossing the desert. احنا كنا بنعدي الصحراء. قال لي هنا as، وas بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها ماضي مستمر was were ing. يبقى هتيجي تستخدم لي الجملة الأولى دي هنا. ماشي، يبقى الجملة الأخيرة مش محتاجين ان احنا نكتبها بقى، واجيب the car stopped الناحية التانية. طب ليه؟ عشان as بيجي بعدها was أو were والاي ان جي. كده ناقص لك آخر يونت ونكون أتممنا المهمة. يلا نختم بقى بيونت 12 اللي بيكلمك على حاجة اسمها ال present perfect. يعني ايه present perfect؟ يعني معناها المضارع التام. المضارع التام دوت من الآخر كده هو عبارة عن ايه؟ have أو has وتصريف تالت. طب ده بيكلمني على ايه؟ بيكلمني على حاجة أنا عملتها في الماضي ولكن لسه ليها أثر في المضارع. يعني مثلا أنا أكلت فأنا لسه حاسس بالشبع. اتفقنا؟ أنا ذاكرت فأنا لسه فاهم المعلومة. أنا درست إنجليزي فأنا لسه فاكر الكلام. أنا لا قدر الله عملت حادثة فأنا لسه مش عارف أمشي على رجلي. يبقى حاجة حصلت في الماضي أهي، لكن هي لسه ليها أثر في المضارع. اتفقنا؟ يبقى احنا بنقول عليها إيه؟ past situations with present results. يعني إيه؟ هي مواقف حصلت ولكن ليها نتائج فين؟ ليها نتائج في حالة المضارع. ليه سميته present perfect؟ لازم تعرف تطلع الزمن. تعالى واحدة واحدة. اول ما يقول لك بيرفكت يبقى اقول له بي بي. يبقى تاني، اول ما يقول لي بيرفكت يبقى يقول له بي بي. ولما يقول لك بريزنت قول له هاف او هاز. يبقى تاني انا كونت الزمن ازاي؟ بيرفكت بي بي. طب وبريزنت يبقى هاف او هاز. طب انت عارف طبعا ان هاف هيجي لك معاها الجمع، الاي اليو الوي الذي واي كلمه جمع. والهاز هيجي لك معاها الهي والشي والات واي كلمه مفرد. وكمان الهاف الاختصار بتاعها apostrophe في اي، والهاز apostrophe اس. اعرف منين ان هي is ولا has؟ لو جه بعدها التصريف التالت في حالتك انت في سنه تانية يبقى على طول هيبقى has. اتفقنا؟ طب تعالى، بيقول لي ايه؟ I have visited أسوان 3 times before. انا زرت أسوان 3 مرات قبل كده. قال لك كمان بيقول لك ايه؟ حلو، قال لك بيقول لك دي. بص، بيقول لنا ان احنا لو جاب لي عدد مرات الفعل فتجيب have او has والتصريف التالت. طب تعالى كده، لو انا بقول لك ايه؟ I have drunk. طبعا drunk والتصريف التالت من drink drunk. اتفقنا؟ I have drunk 3 cups of coffee. يعني معناها ايه؟ انا شربت 3 كوبايات قهوه. بص انا عملت ايه؟ عشان جبت العدد، انا اكلت 3 سندوتشات، انا لعبت 3 ماتشات، انا قريت 5 كتب. يبقى لو جاب لك العدد بتاع الحاجه اللي انت عملتها هتجيب هاف او هاز والتصريف التالت. اوعى تنساه، دي من احدى الاستخدامات بتاعته. اتفقنا؟ طيب بص دي، هنا has studied English. يعني هنا بتدرس انجلش من سنة 2020. اتفقنا؟ فده معناها ان هنا ممكن تكون خلصت الدراسة بتاعتها وممكن هي لسه بتدرس لحد دلوقتي. طب تعالى نشوف النفي بتاعه. يبقى هنفيه يا اما بهافنت يا اما بهازنت واجيب الفاعل بتاعه. زي ايه؟ I haven't finished my homework yet. انا ما خلصتش واجبي لحد دلوقتي. My sister hasn't cleaned her room today. اختي ما نظفتش الاوضه بتاعتها النهارده. طيب لو هعمل سؤال معناه هل. يعني ايه معناه هل؟ يعني هستخدم هنا يا اما have يا اما has وبعدها الفاعل وبعدها التصريف الثالث للفعل. طب على مثال، have you climbed a mountain؟ هل انت تسلقت جبل قبل كده؟ وده برضو بيدخل في نطاق الاستخدام. انا بسألك على خبرة انت قمت بيها، عملت التجربة دي قبل كده. هو انت كلت سوشي قبل كده؟ انا ممكن اجي اسألك السؤال ده، have you eat ولا eaten؟ قال لي eaten ايه بقى؟ سوشي before. هل انت اكلت سوشي قبل كده؟ فانا بسألك على تجربة انت قمت بيها. هتقول لي yes I have يا إما no I haven't. أيوة أنا أكلت أو أيوة أو لأ أنا ما أكلتش. وتعودنا إن أنا طالما عرفت إن أنا أجيب السؤال بفعل مساعد اللي معناه هل، لو ركبت عليه أداة الاستفهام يبقى أنا كده حفظت حاجتين في حاجة واحدة. يبقى أنا هحط الأداة have has والفاعل والتصريف التالت. فالمثال بيقول لك إيه؟ what have you done in Paris؟ هو أنت عملت إيه في باريس؟ قال لي I have visited the Eiffel Tower. أنا زرت برج إيفل. تعالى بقى نشوف إيه؟ نشوف الاستخدام. أنا حابة أوي إن أنا وأنا بادّي لك الاستخدام. الجزئية اللي هاشرحها لك دي هتخلّيك شاطر أوي.
شاطر قوي بجد. في حاجة عندنا اسمها في الانجليش ايه؟ الخط الزمني. الخط الزمني يعني التايم لاين. يبقى يعني ايه ميس تايم لاين؟ يعني الخط الزمني. ايه هو الخط الزمني؟ يعني لو انا بقيس الزمن بتاعنا، قال لي في حاجة حصلت في الماضي، صح؟ انت هتقول لي يا ماضي، في ماضي. او حاجة بتحصل ناو دلوقتي، زي ان انا باكل بشرب دلوقتي. او حاجة هتحصل في المستقبل. طب المضارع التام ده بقى بيجي فين في الخط الزمني؟ قال لي المضارع التام هو حاجة حصلت، بص هي حاجة حصلت اهي، ومكملة في المضارع، وقفت لحد المضارع، بس ما قاليش هي حصلت امتى بالظبط، ما حددليش وقت. طب تعالى كده نشوف الجملة دي بيقول لي ايه. I have visited أسوان 3 times. انا زرت أسوان 3 مرات. هل انا قلت لك انا زرتها امتى؟ ولا حددتها past ماضي، ولا now دلوقتي، ولا فيوتشر مستقبل. انا ما حددتش حاجه، انا قلت لك بس ان انا زرت اسوان عدد المرات. كمان من ضمن استخداماته اليوسج بتاعته بتكلم عن تجارب وخبرات سابقه زي ما قلت لك في الجمله اللي قبلها. فهقول لك ايه؟ he was traveled around the world. معناها ايه؟ he has traveled around the world. معناها هو سافر حول العالم. دي خبره عنده ان هو عملها. طيب ايه كمان؟ قال لي كمان I have just finished my homework. حاجة لسه عاملها حالا، ودايما بستخدم معاها كلمة just وهنقولها دلوقتي. طيب ايه؟ I have studied English since 2020. أنا بدرس الإنجليزية من سنة 2020. ماشي، أنا ممكن أكون خلصت دراسة أو ممكن لسه خلاص إيه، أنا لسه بدرس لحد دلوقتي. The ground is wet. الأرض مبلولة. It has rained a lot. الأرض مبلولة، ده الأثر صح؟ يبقى أكيد الدنيا مطرت. يبقى نتيجة لحاجة حصلت في الماضي بقت في نتيجة في المضارع. يبقى حاجة حصلت في الماضي ونتيجة حصلت في المضارع. لو انت عايز تعيدها اكتر من مرة الجزئية دي في الفيديو، عيدها عشان الاستخدام هينفعك ان شاء الله تعالى السنة الجاية. مهم جدا معاك السنة الجاية. ايه بقى الحدوته بتاعت الكلمات؟ لان الكلمات بتبقى زتونه الامتحان. واحده واحده. احنا هناخدهم ايه يعني pairs. يعني ايه pairs؟ هناخد اول اتنين مع بعض اللي هم just و already. يبقى just ومين؟ just و already. الاتنين يجوا في الجمله المثبته. يعني ايه جمله مثبته؟ يعني الافirmative، يعني ما فيهاش not. يبقى بيجوا لك في الجمله اللي ما فيهاش not. مكانهم فين في الجمله؟ قال لك just بتيجي بعد have أو بعد has. يبقى just بتيجي بعد have أو بعد has. طب و already زيها بعد have أو بعد has، بس ليها مكان تاني في الجملة، ممكن تجي لك آخر الجملة. يبقى تاني just ما بتجيش إلا بعد have أو بعد has. الجملة ما فيهاش not. طب و already بعد have أو has، أو تيجي في آخر الجملة وبرضو المثبتة. طب already معناها بالفعل، وجاست معناها حالا. طب في جزئية بس كده في already. طيب already بتيجي في نوع سؤال واحد بس لو أنا بتعجب من حاجة. أقول لك إيه؟ have you done your homework؟ هو أنت عملت الواجب؟ وأقول لك already وعلامة استفهام. amazing، ده أنت ما حصلتش، أنت خلصت الواجب كده إزاي؟ صح، نينجا، أنت خلصته بسرعة. طب أقول لك إيه سؤال تاني؟ have you eaten all the pizza؟ وأنت أكلت البيتزا دي كلها؟ إيه ده؟ ده أنت جعان قوي، كنت جعان جدا. يبقى أنا بتعجب. يبقى في نوع سؤال واحد هو اللي بيجي لي، اللي هو السؤال التعجبي. طب تعالى ندخل على يت. وطبعا يت دي لوحدها. يت بتجيلك في مكانين في الجملة. بتجيلك مع الجملة اللي فيها نطق وجملة الكويستشن، بس مش أي كويستشن يعني. وخلينا نقول بتيجي في كل انواع الاسئله ما عدا السؤال التعجبي، عشان السؤال اللي فيه علامه تعجب او اللي انا بسالك عنه باندهاش، يبقى ده على طول هتحط لي اوريدي. اي سؤال تاني غير ده هات لي فيه يت. يبقى يت ليها مكانين، جمله فيها نط، جمله منفيه. طب ينفع يميس الجمله ويجي فيها نيفر ويجي فيها يت؟ اقول لك لا، لازم تلاقي نوت كده صريحه. ماشي. او جمله فيها علامه استفهام. بص كده I haven't done my homework yet. ادي يت ادي نوت. المح نوت يبقى في الاخر على طول يت. طيب have you done your homework yet؟ ادي سؤال وعايز كلمه في اخر الجمله، يبقى برضو yet. طيب تعالى بقى ناخد التو بيرز دول. never ومين؟ never وايفر. طيب never معناها لا، انا ما بحبش اترجمها ابدا دي. never معناها لا، وايفر معناها سبق لك. تعالى never بتحل محل مين؟ not في النفي، وليها اكتر من مكان، فركز بقى. I have never ridden a horse. انا عمري ما ركبت حصان. يبقى بتجيلك بعد have او has، وبتعني ان انت ما عملتش الحاجه دي من قبل. ماشي. طب اللي بعدها قال لي كمان بتجيلي مع الصفة اللي فيها اي ار وبعدها زان. زي ايه؟ I have never seen a boy taller than علي. انا عمري ما شفت ولد اطول من علي. جبت اهو have ونيفر وسين وكلمة a boy، وجبت الاي ار، الصفة اللي فيها اي ار وبعدها مين؟ وبعدها زان. تمام كده.
او never تيجي لك في جملة تانية كده فيقول لك ايه. بص الجملة دي برضو حلوة قوي. يقول لك I have never، احنا قلنا بتيجي بعد have او has، يبقى I have never ايه، never seen such a beautiful، ماشي، girl. تمام كده. يعني ايه بقى؟ انا ما شفتش بنت احلى من دي. يبقى تاني beautiful girl. يعني انا ما شفتش بنت احلى من دي. اجيبها ازاي؟ ادي have، ادي never، وادي التصريف التالت، بس اللي يجيبها لي مين بقى؟ such، مثل. يعني such معناها مثل هذه البنت الجميلة. يبقى ادي such وبعدها او ان لو كانت الصفة عندك هنا بتبدأ بحرف متحرك. اتفقنا؟ طب ده بالنسبة لمين؟ لنيفر. طب تعالى الايفر بقى. ايفر بتجيلك في السؤال، فاقول لك have you ever been to Paris؟ هل عمرك رحت باريس؟ يبقى انا عرفت ان انا بسأل بايفر عن التجربة. هل عمرك رحت باريس؟ فهقول له I haven't ever seen a lion. لو انا عايزه اجيبها في الجملة المنفية. ايه ده؟ هي ever بتيجي في النفي؟ ever بتيجي في النفي عادي. اجي اقول لك I haven't ever seen a lion، انا عمري ما شفت اسد من قبل. يبقى هي بتيجي في السؤال، ينفع تيجي في الجملة المنفية، وكمان بتيجي مع السوبرلاتيف. يعني ايه السوبرلاتيف؟ مع اللي هي اسمها صيغة التفضيل. يعني ايه صيغة التفضيل؟ ان انت تلاقي ذا واخرها اي اس تي. يعني ذا والصفة فيها اي اس تي. يبقى تاني ايفر بتيجي مع ايه؟ ذا والصفة فيها اي اس تي. انما نيفر بتجيلي مع الصفة اللي فيها اي ار وبعدها زين. الصفة اللي فيها اي ار وبعدها زين. فاقول لك احمد is the tallest boy. احمد ده اطول ولد I have ever seen، انا شفته في حياتي. طيب اخر مجموعتين عندك هم فور وسنس. قال لك فور بقى بيجي لك مع ايه؟ لو انا قلت فور century. يعني ايه فور century؟ معناها لمدة قرن. طب وده معناه ايه؟ ان فور معناها لمدة يجي بعدها المدة كاملة. for a decade لمدة عقد اللي هو 10 سنين. for a year مثلا. انا دايما اقول للطالب ايه؟ ريح نفسك. لو لقيت الكلمة عندك هنا دي اولها او اولها او اخرها الاس بتاعة الجمع، هات قبلها for. طب اديك مثال، تعالى ناخد مثال. يعني انا لو قلت year يبقى اقول لك for a year. طب ساعة an hour لمدة مين؟ لمدة ساعة. طب مثلا 4 weeks او for 3 weeks لمدة 3 اسابيع. يبقى for بتيجي مع والان والكلمة اللي اخرها اس الجمع. season يعني لفصل. month بقى week وyear وايه وhour مثلا. والحتة دي حلوة جدا. for the last زائد مدة. for the last زائد مدة. يبقى for the last week. طب في كمان عندك for a long time. طب تعالى نقراهم من هنا. for a while الأول. يعني إيه for a while؟ لفترة قصيرة. يبقى تاني for a while لفترة قصيرة. for ages لمدة وقت طويل. for a long time لمدة وقت طويل. for all his life طوال حياته. عشان خاطري تقعد وتراجع الحاجات دي كده ورقة وقلم، عشان مهمة جدا مش للسنة دي بس. طب تعالى بقى سنس بتجيلك بداية المدة. يعني ايه بداية المدة؟ يعني تقول لي انا بذاكر انجليزي سنس مثلا since morning، يعني منذ الصباح، من ساعة الصبح وأنا قاعد بذاكر. اتفقنا؟ يجي لك بعد since كمان سنة، ودي شهيرة جدا. since summer. إيه ده؟ هنا قلت منذ فصل الصيف. إنما لما جبت كلمة season فصل وخلاص وما حددتوش، أنا جبت إيه؟ جبت معاها for. since May منذ شهر مايو. يبقى لما أجيب لك اسم الشهر تحط since، اسم اليوم تحط since. طب جاب كلمة شهر أو يوم تحط for. بعد كده بيقول لي ايه؟ بص الاولى دي بيقول لي ايه؟ since 21st century، يعني معناها منذ القرن الحادي والعشرين. يبقى لو حدد انهي قرن تقول لي منذ. طب تعالى بقى since هيجي بعدها last انما for the last. يبقى تاني since last مدة انما for the last مدة. دي تركة بتيجي في الامتحان يا بطل، ركز معايا. سنس احيانا يجي بعدها ذا لاست. ازاي؟ ما احنا لسه قايلين بتيجي مع فور، بس يجي لك بعدها اسم. طب عايزه اديك مثال على دي عشان هي مهمه. بعد كده نقول لك ايه؟ بصوا I haven't seen علي. انا ما شفتش علي since. ركز. since the last holiday. بص انا جبت لك بعد ذا لاست جبت ايه؟ اسم، ما جبتش مده. طب لو كانت مده كنت هقول فور.
يعني أنا لو قلت هنا the last مثلا week يبقى كنت هقول I haven't seen علي for the last week. يبقى the last لو جه بعدها مدة هات for، لو جه بعدها اسم أو فعل ing هات لي since. اتفقنا؟ قال لك اتفقنا. أهي since بيجي بعدها ing، since كمان لو جت جملة، ودي شهيرة أوي في الامتحانات. طب ما تيجي ناخد عليها جملة هنا. أنا بقول لك إيه مثلا؟ I haven't played tennis. أنا ما لعبتش تنس since منذ I was 13، من ساعة ما كان عندي 13 سنة. يبقى since لو جه بعدها مدة يجي فاعل، والفعل في زمن الماضي. طب احنا اتفقنا ان انا بقول for ages، يبقى هنا اقول ايه؟ since the age of. يعني ايه since the age of؟ دي حاجة غير دي خالص، فلازم تركز. يعني ايه since the age of؟ معناها منذ سن، منذ سن ال15، منذ سن ال14، او since then. يبقى تاني، تعال نقولهم بسرعة تاني. since فعل ing، since ماضي بسيط لو جملة، since the age of منذ سن، the age of منذ سن، since then منذ ذلك الحين، منذ ذلك الحين. وآخر حاجة بعض الكلمات لو جات لك في الجملة روح على طول اختار لي have أو has والتصريف التالت. recently أو lately معناها حاجة حصلت حديثا مؤخرا، يبقى recently أو lately. this يجي بعدها فترة زمنية، this week مثلا. اتفقنا؟ up till now حتى الآن، up till now. so far حتى الآن. over time على مر الوقت. يبقى تاني recently، lately، this فترة زمنية، up till now أو so far أو over time. طب دي برضو ممكن أوي أوي تجيلك في الامتحان. أنت رحت مكان ولسه، ودايما يجيب لك كلمة معاها إيه؟ بيحب أوي إن هو يجيب لك كلمة still. أنت رحت مكان وأنت لسه هناك فتقول له still. أنا لسه هناك، أنا لسه ما رجعتش. يبقى تجيب لي have أو has gone to، has أو have gone to. طب أنا رحت ورجعت خلاص من المكان ده، يبقى has أو have been to. بص المثال ده، my father has gone to Paris. أقول لك إيه؟ بابا راح باريس. ما أقول لك مثلا my mother has gone to market. ماما راحت السوق، يبقى معناها ماما لسه ما رجعتش من السوق. My father has been to Paris. بابا راح been to، يبقى بابا راح لباريس ورجع. في كمان عندك جزئية حلوة قوي، في حاجة اسمها been in. يعني ايه been in؟ انت مثلا رحت فندق فقاعد لسه فيه، يبقى been in قاعد شوية وهتمشي. يبقى been in معناه انت قاعد شوية وايه وهتمشي. فتقول لي مثلا علي has been in restaurant. علي قاعد في المطعم ولسه ما رجعش منه، بس هو قاعد فيه شوية صغيرين ورجع. كده احنا الحمد لله خلصنا. تعالى بقى ندخل نحل عليه على طول، ويبقى كده أتممنا المنهج بتاع الجرامر كله. A short time ago. يعني ايه a short time ago؟ احفظ بقى معايا الحتت دي، التريكات اللي بتجيلك في الامتحان. يا إما يقول لك a short time ago، يا إما يقول لك a moment ago. تاني، يا إما يقول a short time ago، يا إما يقول لي a moment ago. لو جاب لك الاتنين دول هيتغير الزمن على طول. يعني إيه هغير الزمن؟ الزمن عندك هنا ماضي بسيط، وقال لك استخدم just. a moment ago أو a short time ago بيساووا لي مين؟ بيساووا لي just. هم نفس المعنى بتاع just. ماشي؟ يبقى هم بنفس المعنى بتاع مين؟ بتاع just حالا. a moment ago معناها منذ لحظة، و a short time ago معناها منذ وقت قصير. هاشيلهم هما الاتنين واجيب مكانهم just، بس just يجي معاها هذا وهذا والتصريف التالت. فتروح قايل لي كده the bus، خلاص، واشيل دي مش عايزها. وذا باص ايه بقى؟ اوعى تنسى ان هي هتقولي الاول the bus has، وجاست هتجيلك بعد has. يبقى the bus has just arrived، واكمل جملتي عادي. طب يت، اول ما تلمح يت يبقى تقول لنفسك انا عايز جمله منفيه. طب خلاص منفيه هي ميس بقى، يلا نحط الجمله ونحط يت. لا، احنا قلنا يت حاجتين، جمله منفيه بس تيجي منفيه مع هاف او هاز والتصريف التالت. تاني، جمله منفيه مع هاف او هاز والتصريف التالت. يبقى زي، ما تقوليش بقى didn't، هات من عندك هاف. زي بتاخد هاف، بعد كده حط نوت يبقى زي haven't. هتبقى بوك بقى، خد بالك بوك هنا بتيجي بمعنى يحجز التذكره. يبقى they haven't booked، التصريف التالت بتاعها booked مش معناها كتاب. they haven't booked the theater tickets. اتفقنا؟ كمل جملتك عادي والاخر روح حاطط له يت. يبقى انا مشيت صح، انا جبت يت
يدي بتيجي مع مين؟ مع have، وادي التصريف الثالث، وادي عندي not. تعالى ناخد اللي بعدها. نمبر 3 عندك ليلى wrote a letter to her friend last week. ليلى كتبت جواب لصاحبتها الأسبوع اللي فات. طب هو قال لي this week، هذا الأسبوع، هذا الأسبوع، وما حددش هو أي جزئية يعني. طب هذا الأسبوع ده النهاردة، امبارح، بكرة؟ قلنا ما عملش تحديد زمني، يبقى هات لي have has تصريف تالت. طب الأستاذة ليلى تبقى has، يبقى has. وبعد has written اوعى تنسى التصريف التالت من write هو written. a letter، ماشي، مش عايزة اكتب الجملة كلها، اكمل واجي عند last week اشيلها واقول له this week. تمام تمام. تعالى بقى نروح لنيفر. is بيقول لي it's the first time، حلوة جدا. رضا drives a car، بيقول لي دي أول مرة رضا يركب عربية أو رضا تركب عربية، بنت أولا، ماشي. قال لي never، صح لي قوي 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 في الجزئية دي. أول ما يقول لك it's the first time فدي أول مرة، يبقى أنا ما عملتهاش قبل كده، يبقى أشيل it's the first time وروح هات لي رضا. طب وبعد ما تجيب لي رضا هتقول لي has وبعدها never. طيب والتصريف التالت بتاع درايف هو درايف دروف، يبقى درايفن، ماشي. وبعدها أكار، عمرها ما ساقت عربية. وكمل لي في الآخر اكتب لي بيفور عشان تخلي إجابتك مظبوطة. يبقى لو جاب لك هي أول مرة تقول له ما عملتهاش قبل كده، ما جربتهاش قبل كده، ما أكلتش الأكل ده قبل كده. أربطها إزاي بقى؟ تقول لي نيفر وفي الآخر بيفور، بس اوعى تنسى تجيب هاز والتصريف التالت أو هاف والتصريف التالت. طيب اللي بعدها إياد drank his juice a very short time ago. هو بيقول لي إياد شرب عصير من وقت قصير. لسه حلالك زيها فوق، حلها واكتبها لي في التعليقات أشوف الشطارة بقى. I have lived in Cairo since 2020. حلوة جدا. طيب لما يجيلك فور وتحطها هنا مكان مين؟ مكان since. بس لما تجيبها احسب بعدها من 2020 لحد احنا دلوقتي في سنة كام؟ 2026. اطرح السنتين من بعض وطلع لي هنا عدد السنين. يعني أنا هقول له I have lived in كايرو، أنا عايش في القاهرة، وبعدها حط فور وشيل سنس، ومن 2020 لحد 2026 6 سنين، فتروح قايل له كده 6 years. لازم تعمل الموضوع ده. اللي بعدها عندك سنس هتيجي مكان مين؟ فور. نزل الجملة الأولى بتاعتك عادي، حط لي هنا سنس وارجع بقى باك 6 سنين لورا. لو رجعت باك 6 سنين لورا تطلع لك 2020، اعملها ماينس وريح نفسك. اتفقنا؟ نقصهم من بعض يعني. الحمد لله يا شباب كده خلصنا منهج الهلو بالكامل جرامر. يعني مش هيطلع بره ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى مش هيطلع بره خالص. فتعالى بقى دلوقتي نراجع على أهم الأسئلة للكلمات. أنا كنت هخليها لك في فيديو منفصل، بس بصراحة قلت تاخد الفيديو مرة واحدة، يبقى أنت راجعت الكلمات وراجعت الجرامر، وإن شاء الله فيديو القصة هينزل لك لوحده عشان يبقى مراجعته سهلة وبسيطة. الكلمات مش حاجة سهلة لأنها بتجيلك أغلب الامتحان قايم على التشوز بتاع الكلمات. تعالى بسرعة كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عندي يا ميس ماي سكول رولز، قواعد المدرسة. خد بالك كلمة رولز يعني قواعد، وبالأو يعني دور زي دورك في الحياة. that help create a safe يعني بيخلق، safe معناها آمن، and نقط learning environment يبقى بيخلق بيئة آمنة. وإيه بقى؟ بيئة آمنة ويحترم، لا مش عايز فعل. بيئة آمنة واحترام، لا. respects برضو يحترم، لا. بيئة آمنة ومحترمة، يبقى أنا عايز صفة. طب ليه عايز صفة؟ عشان أوصف بيها البيئة. اتعلم إنجليزي وما تحفظش إنجليزي، بأكدها عليك. أنا هنا ليه اخترت respectful؟ عشان الكلمة اللي آخرها FUL دي عندك بتكون صفة، وأنا عايز صفة أوصف بيها مين؟ البيئة، إنها بيئة محترمة، مش احترام ولا يحترم. نمبر 2 at school. في حاجة نسيت أقول لكم عليها. ليه الأسئلة دي مهمة جدا؟ عشان هي ميكس كده حلو قوي. الملزمة اللي مستر محمود الزيادي عاملها ملزمة حلوة جدا، لأنها لامم فيها جميع الأسئلة اللي جات لك في كتاب التقييمات واللي جات لك في كتاب المعاصر. فالميكس ده إن شاء الله تعالى مش هيخرج عنه الامتحان. إنما ملزمة الجرامر الأولى دي ملزمتي أنا الشخصية، تقدر تذاكر منها. at school students must follow. يعني ايه must follow؟ لازم يتبعوا. في المدرسة الطلبة لازم يتبعوا ايه؟ كود. حافظينها بقى اسمها دريس كود، ماشي. يبقى يعني ايه دريس كود؟ قواعد اللبس. دريس كود قواعد اللبس، مش جيبة ولا بانت اللي هو البانتس البنطلون، ولا شيرت القميص. keeping school uniforms clean، انك تحافظ المحافظة على الزي المدرسي.
يبقى نظيف ويبقى tidy مرتب. shows نقط ايه the school، ده بيبين ايه في المدرسة؟ هيبين البراود الفخر، ولا البرايد، كلمة برايد يعني تيجي بمعنى عروس، ولا disorder عدم الترتيب، ولا كيس اللي هي الفوضى؟ قال لي لا طبعا كل الكلام ده غلط، يبقى فيه ايه؟ بيظهر الفخر. students must arrive، احفظها زي اسمك at school، الطلبة لازم يوصلوا في المدرسة on time، في الوقت المحدد on time. students should know their hands before speaking. طب المفروض ان الطلبة يعملوا ايه؟ السؤال ده سؤال كان جاي في كتاب التقييمات، هو والسؤال رقم 3. طيب بيقول لك ايه؟ الطلبة لازم يرفعوا ايديهم. يعني ايه يرفع ايديه؟ يعني raise. يعني ايه يرفع ايديه؟ raise. طيب انما raise معناها يرتفع، زي الشمس تشرق في الصباح. وبعد كده عندك arise معناها بتنشأ، زي مثلا تنشأ مشكلة ما بين اتنين، يبقى ما تنفعش. وكمان عندك arouse اللي هو مثلا ايه؟ يحمس حد ان هو يعمل حاجة. a school day helps students feel confident. بيقول لي ايه؟ ان ايه اللي بيخلي الطلبة يحسوا ان هم ايه؟ واثقين من نفسهم كده في اليوم المدرسي؟ لما يكون حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها well planned. well ايه planned؟ طب ايه بقى الحدوتة دي بسرعة شوية؟ well ده adverb يعني حال، والحال هو اللي بيجي لك مع التصريف الثالث عشان يعمل لك حاجة اسمها صفة مركبة. يبقى تاني well هقولها well planned. well ايه planned؟ ما ينفعش well زائد لاي ان جي، ولا صفة واي ان جي، ولا صفة وتصريف ثالث، يبقى انا بجيب adverb زائد التصريف الثالث. My brother always بيقول لي ايه؟ اخويا بيكون ايه؟ his bag before going to school. ايه الشنطة بتاعته قبل ما يروح المدرسة؟ يبقى dresses بيرتديها، ولا takes لا، ولا disorders لا، ولا prepares؟ هي prepares بيجهزها. students can نقط part in after school activities. يبقى يعني ايه part in؟ اسمها take part in. يعني ايه take part in على بعضها؟ يشارك. تاني يعني ايه take part in؟ معناها يشارك. students should نقط their school rules. الطلبة هيعملوا ايه في قواعد المدرسة؟ قلنا follow. مش disobey معناها يعترض، ولا ignore يتجاهل، ولا take. نقط talk while the teacher explaining. اظن المفروض ما ينفعش ان انت تتكلم، صح؟ فاكرين لسه قايلين الامر المنفي على طول يبقى don't. ينفع نوت لوحدها؟ لا، doesn't ولا didn't. اتعلم تحل، ما تبصمكش. يعني ايه ما تبصمكش؟ اقرا وهات القاعده اللي احنا خدناها، هات الكلمه اللي انت حافظها، حلل الاجابه، ولو ما عرفتش استبعد. نقط means is in a way that works well and produces good results. حاجه معناها انها بتشتغل كويس وتنتج وبتطلع لي نتائج عظيمه. يا ترى ده carelessly الاهمال، ولا effectively؟ effectively معناها التاثير، والتاثير هنا تاثير ايجابي، مش quickly السرعه، ولا sadly. To control or direct something successfully is to. بيقول لي ان انت تتحكم في حاجه مباشره، فدي اسمها ايه؟ يا ترى اسمها organize يرتب تمشي، destroy يدمر، pack يعبي شنطه، disobey لا يطيع، يبقى هي organize. Having a school timetable helps everything to. ان انت يكون عندك جدول مدرسي. helps everything to ايه؟ ده بيساعد كل حاجه ان هي ايه؟ smoothly. احفظها زي اسمك. run smoothly تجري يا ميس؟ في حاجه اسمها تجري يا ميس بسلاسة؟ لأ، تحدث بسلاسة. يبقى يعني إيه run smoothly؟ تحدث بسلاسة. تعالى عندك number 14. I usually note my notes with my friends on the school bus. أنا دايما بعمل إيه في الملاحظات مع أصحابي وأنا في الأتوبيس؟ هنجلكت هتجاهلها، هديليت هشيلها، هباك هعبيها، لأ هريفيو هراجعها. The way someone acts especially towards others in نقط. بيقول لي الطريقة اللي شخص ما بيتصرف بيها خاصة تجاه الآخرين، ده بقول عليه تصرف أو سلوك. يعني إيه بقى؟ يعني behavior. time table الجدول، ولا study plan خطة دراسة، ولا activity نشاط. Jeans and نقط aren't allowed according to the dress code. الجينز وإيه؟ يعني إيه aren't allowed؟ غير مسموح بيهم حسب الإيه؟ قواعد اللبس. أكيد الجينز والسنيكرز الأحذية الرياضية، مش الشوز ولا البانتس البناطيل. eating in the classroom is totally. الأكل في الفصل totally كده إيه؟ forbidden. لأن الباقيين كلهم permitted معناها مسموح به لأ، ولا allowed برضو مسموح به، هو ممنوع. يبقى يعني إيه forbidden؟ ممنوع. تاني يعني إيه forbidden؟ ممنوع. نقط means related to the mind and thinking. حاجة كده متصلة بالعقل والتفكير، يبقى يتقال عليها mental، مش عاطفيا emotional، ولا physical بدني، ولا practical عملي أو واقعي. Our school invited famous science. بيقول لي مدرستنا دعت a famous science ايه to talk to the students. يبقى دعت خبراء، صح؟
أو علماء. طب هي ساينس علوم يبقى عايزة خبراء، يبقى experts مش عمال ولا طلاب ولا advances متقدمين. recent research يعني بيقول لي البحث الأخير shows that certain games الألعاب الثابتة كان نقط concentration، الألعاب اللي طول الوقت أنت بتلعبها دي على طول هتعمل إيه في الكونسنتريشن؟ يعني تركيز. يعني إيه concentration؟ تركيز. هتدستروي، يعني إيه هتدستروي؟ هتدمر لك الإيه المعينة دي. هتدستروي؟ لا مش هتدستروي، هي هتimprove، لأن في بعض الأبحاث الحديثة بتقول لك يعني إيه certain games. certain games دي يعني في ألعاب معينة بتقدر تحسن التركيز. The games that not fun with education، إيه بالتعليم بيكون fun or the best. فبيقول لي إيه that games that اللي ايه المرح والeducation اللي هو التعليم بتكون هي الافضل. complete يكمل، ولا combine يعني اللي هي الممزوجه او الخليطه ما بين المرح واللعب. فبيقول لي الالعاب اللي هي عباره عن خليط ما بين المرح وما بين التعليم بتكون هي الافضل. complain يشتكي لا، وconclude اللي هي جايه يستنتج لا، طبعا هي combine. videos and interactive games shouldn't know at the students. بيقول لي الفيديو والانتراكتيف جيمز shouldn't ايه ذا students ما بتعملش ايه للطلبه، او يجب ان هي لا تفعل ايه للطلبه. distract يشتت، ولا trick يخدع، ولا انه يضايق، ولا amaze يدهش. طبعا المفروض ان الالعاب والفيديوهات والالعاب التفاعليه لا تشتت الطلبه، مش annoy ولا trick ولا amaze. My teachers encourage shy students. يعني ايه shy؟ خجول. بيقول لي ايه المعلمين بيشجعوا الطلبه الخجولين طب to ايه in activities ان هم يشاركوا في الانشطه. جو لا يبقى participate. يعني ايه participate؟ يعني يشارك. بتساوي لك take part in او enter. prepare يجهزوا، ولا order لا. our team played well. الفريق بتاعنا لعب كويس. they didn't score any goals. طيب عايزين تناقض بقى. but تنفع لا مفيش كوما قبلها. while تنفع عادي. ليه بقى؟ وبعدين قال لك however. طب however تنفع؟ قال لك لا عشان مفيش بعدها ايه؟ مفيش بعدها كوما. خلاص بقى احنا اخترنا ايه؟ while. ولا عندك هنا ايه؟ ولا عندك هنا although. حد كده تمام؟ لا بس خد بالك يا ولاد في حاجة هنا، جاب لك نقطة بعد الجملة الأولى. لو while ما ينفعش يجيب لي نقطة. طب دلوقتي كل الإجابات دي كده ما تنفعش إلا الوحيدة تنفع although، وطبعا هو هنا مش قاصد although لأن هي مش أساسية عليك. طب تعالى نروح، وأقرب إجابة ليها هتبقى however. بس لازم لو هختار however هيبقى فيه هنا إيه؟ هيبقى فيه هنا كوما. تاني لو جات لك حاجة زي كده لازم تتأكد من التيتشر اللي واقف عليك، لأن علامات الترقيم هنا اللي بتلعب دورها. أنا ليه مش هينفع أختار بط؟ عشان مفيش كوما بعد الجملة الأولى. طب ليه وايل ما تنفعش؟ عشان أنا اللي قلت لك لما باجي أربط بوايل ماشي ما بيبقاش هنا لا في كوما ولا فول ستوب ولا أي حاجة. لو جينا مسحنا كده الحتة دي هتلاحظ إن في فول ستوب. الوحيدة اللي هنا تنفع مين؟ however. بس لازم يجي بعدها إيه؟ لازم يجي بعدها كوما. ده من الطبيعي ليها، اتفقنا كده؟ فهي أقرب إجابة هنا ليها هتبقى however. وأنت هتعملي إيه؟ تعالى كده نمسح بس الإجابة دي. وأنت هتعمل إيه؟ هتحط بعدها هنا الكوما. بس طبعًا أنت مش هتعمل كده في الامتحان، لأن المفروض إن ورقة الامتحان بتجيلك مضبوطة تمامًا يعني. listening to educational songs builds. بيقول لي الاستماع إلى الأغاني التعليمية ده بيبني إيه؟ بيبني الثقة. بيبني واثق من نفسه، ولا يبني يثق الفعل، ولا بثقة اللي هي الادفيرب، ولا يبني الثقة؟ يبقى بيبني، احفظها كده، يبقى builds confidence يبني الثقة بالذات. طب تعالى رقم 26. نقط thing has real importance. ايه الشيء اللي بيكون ليه قيمة حقيقية أو أهمية حقيقية or purpose. يعني ايه purpose؟ يعني هدف أو غرض. اللي بيكون حاجة أو بيكون معناها قيمة حقيقية على طول تقول له meaningful. يبقى يعني إيه meaningful؟ حاجة ليها معنى في الحياة. حاجة ليها معنى في الحياة، مش wasteful معناها حاجة مهدرة، ولا playful حاجة يعني playful جاية من صفة اللي هي يلعب، ولا careful اللي هو حريص. that duties. يعني إيه duties؟ المهام and tasks. المهام والمهام الاتنين معناهم مهام ماشي. someone must do are called. المهام اللي الواحد المفروض يعملها بيتقال عليها ايه؟ works أعمال، ولا profession معناها مهنة البني آدم، ولا practices، ولا responsibilities؟ تفتكر هي ايه فيهم؟ طبعا responsibilities. the work someone does through their life is.
الجملة دي جميلة. بيقول لك الحاجة اللي البني آدم أو العمل اللي البني آدم بيعمله، بص الجملة دي through their life. يعني إيه through their life؟ يعني خلال حياته كلها. لو أنا هعملها خلال الحياة كلها فهتبقى دي اسمها إيه؟ هتبقى اسمها duty، المهام اللي عليك أو الواجبات اللي عليك، ولا الجوب الوظيفة؟ يا ميس الجوب الوظيفة تنفع. لأ، بص الفرق ما بين جوب وما بين كارير. كارير ده المسار المهني. يعني أنا كده واحد أهو قضيت حياتي شوية اشتغلت مدرسة وبعدين رحت قلت لأ خلاص، أنا بفكر أعمل حاجة تانية فعملت أي مشروع تاني ورحت عاملاه. المهام بقى أو الوظائف اللي أنا اشتغلتها دي بيتقال عليها كارير. طب دلوقتي my job is a teacher، وظيفتي في الوقت الحالي هي الإيه؟ إنها تكون teacher. طيب a bus driver must stay focused. طبعا focused on، يبقى focused بيجي معاها حرف الجر on. بيقول لي سواق الأتوبيس لازم يكون مركز على الطريق. journalists should always stay. بيقول للصحفيين لازم يكونوا دايما ايه and careful، لازم يكونوا mindful. يعني ايه mindful؟ حد مركز كده. و choosing the wrong career، انك تختار او اختيار المهنة الخطأ can lead to، نقط، هتؤدي إلى إيه؟ أنا اخترت مهنة خطأ فطول الوقت هبقى زعلان، يبقى هيكون عندي disappointment، هتؤدي إلى الإحباط. disappointment معناها إحباط. أنا اخترت حاجة غلط فمش هتؤدي للhappiness ولا السكسس ولا الويلث الثروة. the act of hurting someone، بيقول لي التصرف بإن أنت تأذي حد، مثلا who hurt you first is to. ركز بقى في الجزئية دي، انت هتأذي شخص ما هو في الأول عمل ايه؟ هو في الأول أذاك. يبقى معناها ايه؟ ري ارينج يرتب، ري كوركت يصحح، ريبورت يخبر، ولا ريفنج؟ يعني ايه ريفنج؟ ينتقم. الانتقام معناها ان انت ايه؟ بتهرت someone. يعني ايه تهرت someone؟ بتنتقم من الشخص، بس الشخص ده ايه؟ hurt you first. يعني ايه hurt you first؟ هو أذاك في الأول فانت أذيته بعد كده، فده أنا بسميه ريفنج. يعني ايه ريفنج؟ يعني انتقام. A big fire نقط the whole building yesterday. يبقى الحريق عمل ايه في المبنى بالكامل امبارح؟ يا ترى عمل فيه ايه كله؟ اول واحدة هتبقى عندك ruined يعني خرب، ولا remained يعني بقية فتفتكر الحريق هتخلي المبنى بقية، ولا researched معناها بحث، ولا rained مطر؟ لا طبعا هو ايه؟ دمر او خرب المبنى بالكامل. Our city has changed totally over the last 3 نقط. بيقول لي المدينة بتاعتنا اتغيرت بالكامل في آخر 3 إيه؟ آخر 3 ساعات، ولا آخر 3 أيام، ولا آخر 3 شهور، ولا آخر 3 عقود؟ يعني آخر 3 عقود اللي هو العقد 10 سنوات، يبقى last 3 decades. The word precious يعني إيه precious؟ حاجة ليها قيمة وغالية. refers to something valuable بتعني إن الحاجة دي قيمة. and cheap رخيصة، inexpensive غالية، ولا expensive غالية؟ طبعا هي حاجة غالية يبقى precious هي valuable هي expensive، ولا ordinary عادية. It's really takes نقط to apologize and admit our mistakes. بيقول لي إن إحنا ناخد إيه أو إن إحنا نعمل إيه. يعني بص أقول لكم كده اللي هي take courage. يعني إيه take courage؟ take courage يعني يبقى عندك شجاعة إن أنت apologize، إن أنت تعتذر، وأدمت تعترف بالأخطاء بتاعتك، يبقى اسمها إيه بقى؟ take courage. تمام. The colors of my old clothes have not over the years. تمام. هو بيقول لي إيه؟ إن الألوان بتاعة الشوز بتاعتي بقت إيه على مر السنين. rewarded تمت مكافئتها أو إعادة تمت مكافئتها. appeared ظهرت. renewed يعني اتجددت، ولا faded؟ طبعا هتبقى faded عشان الحذاء القديم أكيد يعني بهت، لونه بهت، يبقى faded معناها بهت. A نقط is a traditional story passed from generation to another. بيقول لي قصة تقليدية بتنتقل من جيل إلى آخر. يعني إيه بقى هي دي؟ الشورت ستوري القصة القصيرة. الفairy tale دي يعني حكاية خيالية؟ لأ. ولا الفولكلور الشعبي؟ هي الفولك تيل معناها الرواية الشعبية أو القصة الشعبية بتتناقل من إيه؟ من حد للتاني. طيب the antonym of the word beautiful عكس كلمة antonym عكس، إنما synonym معناها نفس المعنى. عكس beautiful هو طبعا ugly حاجة قبيحة، مش impressive حاجة مذهلة، ولا effective مؤثرة، ولا interesting مشوقة. a fairy tale ركز في دي. a fairy tale يعني حكاية خيالية، إنما folk tale حكاية شعبية، ودي إيه؟ pass from generation to another. often begins with the words. حلوة دي. أو أي حكاية خيالية ماما كانت تيجي تحكي لك كده حدوتة تقول لك إيه؟ في يوم من الأيام، ففي يوم من الأيام دي اسمها إيه؟
once up on a time. اسمها ايه بقى؟ once up on a time. ذا بدون بيقول لي ان ذي بدون people ان الناس البدو دول too high or low temperature بيتكيفوا مع الحرارة العالية او الحرارة المنخفضة. طيب يبقى يعني ايه يتكيف بقى؟ يعني adapt. when people need help لما الناس بتحتاج مساعدة they signal using mirrors to نقط sunlight. number one عندك reflect يعني يعكس، ولا protect يحمي، ولا connect يتصل، ولا predict يتنبأ. لا، هم بيعكسوا ضوء الشمس reflect. The weather becomes نقط cold at night in winter. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الطقس becomes نقط cold. يعني ايه becomes؟ يبقى freezing cold. يعني ايه freezing cold؟ يعني بيكون متجمد كده، اكيد مش burning يحترق، ماشي، ولا boiling معناها يغلي، ولا mild اللي هي بتيجي بمعنى رطب او خفيف مثلا. فلا طبعا هو بيكون مجمد، يبقى freezing. نقط means natural force. يعني ايه natural force؟ معناها المقاومة الطبيعية that pulls objects downwards اللي بتسحب الأشياء لتحت. طبعا دي مين؟ gravity، مش الجلوبال وارمنج الاحتباس الحراري، ولا المناخ، ولا الويذر الجو. The view of the land around us is called. بيقول لي المنظر على الأرض من حوالينا ده كده، المناظر الموجودة، المناظر الطبيعية دي بيتقال عليها إيه؟ بيتقال عليها landscapes. نقط can see the Sahara Desert from space. بتقدر تشوف ايه من الصحراء ديزرت؟ من ايه؟ من السماء من فوق. اكيد مين؟ اكيد الاستروناتس. مين هم الاستروناتس؟ اللي هو رائد الفضاء. The Earth's atmosphere protects us from dangerous. الغلاف الجوي بتاع الأرض atmosphere بيحمينا من أخطار إيه؟ الإشعاعية radiation. Animals or plants that many disappear soon or اللي هم بيختفوا بقى. بيقول لي ايه؟ ان الحيوانات والنباتات may disappear soon. يعني ايه may disappear soon؟ ان هي هتختفي في القريب. فدي بنسميها ايه؟ معرضة للخطر. يعني ايه معرضة للخطر؟ endangered. احفظها endangered بالاي ان واخرها اي دي. نقط is a period of no rain. مفيش مطرة. dry جفاف ولا drought؟ خد بالك dry معناها جاف، دي صفة عشان بس ما تلخبطكش، هي دي اللي معناها جفاف الاسم منها. طب انما دي درافت، ماشي، ودي درايد اللي هي جايه من الفعل دراي، يبقى طبعا دي مين؟ الدروت الجفاف اللي ما فيهوش مطره. The word temperature have نقط. بيقول لي كلمة temperature have نقط and the weather is extreme. يعني ايه extreme؟ قاسي. يعني ايه قاسي؟ يعني حاجة بقت صعبة جدا وشديدة. وانت عندك have يبقى انت عايز التصريف التالت اللي هو تبقى ايه؟ risen. يبقى معنى كده درجة الحرارة هنا ايه؟ ارتفعت. الحمد لله خلصنا كده المنهج بالكامل، كلمات وجرامر. بالتوفيق.